ولك يا باشا، هو مين بيفتح الايميل؟ اليوزر ده غالبا القوه الشرائيه بتاعته بتبقى من 1.5 ل 3x يوزر جاي من السوشيال ميديا. بس ليه؟ لو انت مش مذاكر البورتفوليو بتاع البرودكتس اللي موجود عندك كستور وكبزنس ما تبعتش ايميلات. ليه؟ انا خدت الداتا بتاعتك في ظروف احنا الاثنين مش فاكرينها. احمد العشري، جروث ماركتنج كونسلتنت وبودكاستر في كوبي كاست. الناس دي بتعمل حاجات مجنونه من خلال الايميلات ومحدش شايف. ده هيساوي في الاخر عارف تشين بتاعت الفلوس دي 21% من المبيعات جايه من الايميلات. دي اسهل حاجه في الدنيا. عشان هيجي حد يقول ايه احسن تول استخدمها عشان ابعت ايميلات. بقول لك يا باشا، كوبي رايتر ايه ده كان زمان. طب هل الحته دي حلوه؟ طب هتخلق ستيكنس؟ طب هو انا لازم اعملها؟ لا يا جماعه، الراجل اهو يعني ايه بيشرح الخريطه، اسرقوها. لو بتسمعنا من خلال المنصات الصوتيه، عايزين نرفع الريتنج بتاعنا شويه على ابل بودكاست، فلو مبسوط من البودكاست يا ريت تعمل لنا ريتنج على ابل بودكاست. ولو بتتابعنا من خلال يوتيوب، يا ريت تعمل لايك علشان الفيديو ينتشر اكتر، وسبسكرايب علشان يوصل لك كل الحلقات اللي بننزلها. عشري، يعني احنا جايبينك في الحلقه دي علشان نزنقك. يعني احنا هستغل ان احنا اصدقاء، وهقول لك بقى ايه الاساطير. انت جاي تتكلم في حته شائكه جدا. انت راجل جروث ماركتر، عديت على حاجات كتير، ولكن دايما بلاقيك كده بتروح في كورنرات الناس ما بتفكرش فيها، او عندها هواجس معينه منها، او بتروح تستكشف في حتت الناس مش موجوده فيها. واحنا بنحضر الحلقه لما اتكلمنا مع بعض، اتكلمنا على الايميل ماركتينج في مصر وفي المنطقه بشكل عام. وانا تقريبا ما بسمعش، يعني لو اتكلمنا على منطقتنا، لما بنيجي نتكلم ديجيتال ماركتينج تلاقي الناس بتتكلم على ميديا باينج بشكل اساسي، بالذات حتى مش الميديا باينج بشكل عام، يعني السوشيال ميديا والادز والحاجات دي كلام منتشر جدا. الكونتنت وصناعه المحتوى برضو الى حد كبير منتشر. بس تحس ان هي حاجه كده محرم، يعني في الناس ما بتجيش جنب كلمه ايميل ماركتينج علشان اسباب كتير. احد مثلا من وجهه نظري اهم الاسباب دي اللي بسمعها كتير قوي، ولك يا باشا، هو مين بيفتح الايميل؟ حلو. انا دلوقتي لو عايز من حد حاجه، اس ام اس، واتساب، ما حدش بيفتح الايميل ده تعمل بيه يوم ما هتعمل بيه حاجه، تعمل بيه الاكونت مثلا بتاع فيسبوك، بتاع انستجرام، عشان هو كمان بيطلب ايميل. يعني هو ما بيطلبش ايميل مش هتستعمله في حاجه، بس هو بيطلب الايميل، فانت بتعمل ايميل وبعد كده بتنسى الايميل ده والباسورد، ما تفتحوش تاني في حياتك. الناس بقى دلوقتي بتفكر انت جايب لنا بقى راجل يتكلم على ايه الايميل ماركتنج ويقول لنا بتاع ما حدش بيفتح الايميل. انا دلوقتي كيوسف او كبزنس، خلينا نقول اي كوميرس، خلينا نقول اي حاجه، الجمهور بتاعي في مصر، انا ممكن يكون عندي ايميلات، ممكن ما يكونش عندي ايميلات، ممكن يكون الموضوع مش في دماغي، بس حاجه اكيده ان انا ناس كتير قوي، نسبه كبيره قوي من الناس هتكون بتقول هو مين بيفتح الايميل؟ كل الناس بتفتح الايميلات بتاعتها on a daily basis لاسباب مختلفه. يعني ما فيش وقت في الحلقه يكفي. انت ممكن تفتح ايميلك كم مره في اليوم عشان تشوف في حاجه. الحقيقه يعني البوينت كلها ان في موضوع الايميلات بشكل اساسي في نقطه مهمه جدا لما تيجي سيره الايميل ماركتنج من منظور بيزنس. ماشي، ان في معظم الاحيان لما بيجي حد يتكلم على الايميل ماركتنج لبيزنس بيجي يقول له باي ذا واي الايميل ماركتنج ده نقطه في غايه الاهميه من حاجه اسمها انباوند ماركتنج. فنيجي نقول طيب هو ايه الانباوند ماركتنج؟ الانباوند ماركتنج ان انت تبني ريليشن شيب مع الكاستمر لمده مش عارف قد ايه لحد ما الكاستمر يثق فيك وفي الاخر ياخد اكشن. فالبيزنس يجي يقول لك اوكي تمام، وانا لسه بقى هعمل كل ده ان اديشن تو، انا على حسب ما سمعت من الناس المحيطه وكده ان ما حدش بيفتح الايميلات بشكل متكرر. فلا خلاص الموضوع ده شكله فيه ايفورت كبير جدا وهياخد وقت كبير على ما يبقى فيه ROI منه immediate. لان في الاول وفي الاخر من منظور بيزنس هو عايز طيب انا هعمل ده بلس ده هيساوي في الاخر عارف تشين بتاعت الفلوس دي. بناء من هذه المايند سيت او من هذا المنظور الناس بتبتدي تاخد جنب. على ارض الواقع يوزرز كتير بيفتحوا الايميلات بتاعتهم لاسباب قد تبدو عشوائيه. ان اديشن تو فكر فيها بالمنظور ده. طب يا سيدي دلوقتي لو اعتبرنا ان ناس كتير ما بتفتحش الميل بتاعها، ما يمكن ما يفتحوش عشان ما فيش حاجه ورثت موجوده فيه. ما يمكن انت اصلا واحد من الاسباب اللي بتكونتريبيوت في عدم وجود شيء ورثي في الانبوكس بتاع الناس دي، اللي جزء كبير منهم عادي جدا بيبقى من التارجت اودينس بتاعك. زي ما انت بتفكر ازاي اطلع له 6 أو 7 مرات اون سوشيال ميديا ادز عشان افضل طالع قدامه عشان ياخد الاكشن. طب ما انت ممكن تطلع له او 6-7 مرات دول جزء منهم يبقى من خلال ال الايميلات. ف اتس اول اباوت
هل مديله سبب ان هو يفتح بالظبط، الايميل؟ انت مديله سبب، انت خالق له مثلا زي موتيف يخليه يفتح الايميل يشوف هو انت جه حاجه منك الاسبوع ده ولا لا. مم. بس عدم وجود يعني انت اصلا you did not create a habit او a ritual، مم. وفي نفس الوقت انت ما عرفتش اليوزر ايه البيربس من ان احنا نكومينيكيت مع بعض على الايميل. اليوزر هيفتح الايميل مش عشان يبص على الحاجه بتاعتك، ممكن يبص على اي حاجه تانية، بس انت ستيل مش موجود في الانبوكس بتاع اليوزر. يعني انت بتقول دلوقتي ان في مجموعة من الناس او في ناس كتير او كل الناس يعني بتفتح الايميلات، ولكن في حد تاني ممكن يجي يقول لك لا والله انا هارجيو معاك على فكره ان ال السيجمنت او التارجتنج او الناس اللي انا بخاطبها. والله لو انا راجل ببيع منتجات معينه، او المنتج بتاعي ده بيخاطب فئه معينه بتشتغل بقى مش عارف في مالتي ناشونالز بيعملوا ايه وكده، الناس دي هيفي ايميل يوزرز بيفتحوا الايميلات مثلا كتير جدا، ناس مثلا على تعليم معين على ثقافه معينه. هيقول لك مثلا لو انا بخاطب عامه الشعب او بعمل حاجات يعني ممكن ما تكونش بتخاطب الفئة دي، فانا هلاقي او لقيت ممكن ان الاوبن ريتس او الانجيجمنت ريتس او التفاعل مع الايميلات اقل بكتير. فهل انت شايف ان دي حاجة ان انا افكر في الايميل ماركتينج بشكل عام كبزنس تفرق؟ انا بخاطب مين ولازم اخد بالي من دي، وفي بعض الاحيان ممكن ما تكونش اصلا فعلا worth it، ولا اجرب واشوف هيحصل ايه كده كده؟ ولا يعني ايه وجهة نظرك؟ في جزء من الموضوع طبعا يعتمد على البرودكت نفسه، بورتفوليو البرودكتس بتاعك بشكل عام يسمح ان يبقى فيه لعب في الكوميونيكيشن من خلال الايميلات ولا لا. موضوع السيجمنتيشن يعني مثلا كنت بتتكلم ان في مجموعه من الناس مثلا اللي بيشتغلوا في الكوربريت او المالتي ناشونال، دي ناس متعوده ان هي تفتح ايميلاتها باي ديفولت او كده، ده كلام جميل، بس هم متعودين. ممكن ارجو معاك ان هو متعود يفتح البيزنس ايميل، فممكن ملهاش علاقه ان هو ممكن بيفتح البيرسونال ايميل. لو على موضوع السيجمنت او اللي هو في فئه معينه، دي اللي ممكن اركز عليها مثلا وام تيكينج ذات فور جارانتي، واخد ده وانا مغمض ان كده كده الناس دي لما تارجتها هيفتحوا الايميلات. لا، كل الناس ممكن تفتح الايميلات عادي. الموضوع يتوقف على ايه البرودكت اللي موجود عندك وانت عايز تقول ايه في الايميل. يعني بمنتهى البساطه، يعني دلوقتي مثلا، طب ما هو معظم الناس ممكن تكون بتفتح الايميل بتاعها بعد ما تعمل اوردر، هو انا جالي كونفirmation ايميل بالاوردر ده ولا لا؟ مثلا لو دخلت طلبت من على الويب سايت، صح. اوكي، طب ما دي تاتش بوينت اهو، اليوزر تاتش بوينت يعني تاخدها فور جارانتي ده، ولا يعني انا عملت اوردر فالمفروض اليوزر هيخش يتشيك هو انا جالي الايميل ولا لا. هو طب فتح اهو. فتح الايميل عشان يبص، جميل. انت بقى بتبعت الكونفirmation الايميل ده، ايه اللي بيحصل بعديها؟ ولا اي حاجه. يعني انت بتبعت تمبلت confirmation email: thank you for purchasing order, your order number is hashtag مش ship back كذا كذا كذا، الايتم الفلوس، شكرا كده خلاص. ماذا بعد ذلك؟ ما انا ممكن بعد ما اعمل الاوردر مثلا، انا طلبت الاوردر، جميل، الاوردر دلوقتي بيتحضر، طب ما انت ممكن تبعت ايميل يعني الاوردر بتاعك دلوقتي يعني بيتجهز وهيجي لك. طب ممكن ده يتبعت مثلا بعد يومين من الكونفirmation، طب بعد اسبوع الاوردر جه، طب ممكن ما انت ممكن تبعت هاو مثلا ازاي تستخدم المنتج ده احسن استخدام، او تاخد بالك من ايه وانت بتستخدم المنتج ده. ممكن بعديها باسبوعين، ب 14 يوم من الاوردر، اعمل ريفيو بانسنتيف، يعني اعمل ريفيو وخد انسنتيف للنكست بيرشيس. طب انت ممكن بعديها بشهر تبعت ايميل تاني. دي مجموعه من الكومبلمنتري برودكتس او المنتجات اللي من نفس الكاتيجوري اللي ممكن تستخدمها سنس ان انت اشتريت المنتج ده. انت فاهم قصدي؟ كل ده مثلا ممكن تعمله لو جربت تفاليديت. طيب هو الكونفirmation ايميل بعد ما بعته كام واحد من اللي عملوا اوردرات فتح الكونفirmation ايميل؟ فالموضوع هنا يعتمد على ايه البرودكتس اللي موجوده عندك. موضوع السيجمنتس، لا، السيجمنتس انت ممكن تكسبيرمنت او ممكن تجرب مع اي نوع من انواع السيجمنت، بس هو اللي هيفرق في الاول وفي الاخر ايوه انت عايز تجرب ايه. يعني انت فكره تقول انا هجرب ابعت ايميل، لا، انت عايز تجرب ايه في الايميل ده. لو انت عندك ويب سايت او عندك ستور، والستور ده فيه اوبشن ان انت تاخد الايميل بتاع اليوزر، معظم اليوزرز باي ديفولت انت مشغل كامبينز مثلا على السوشيال ميديا ومش مركز خالص في موضوع الايميلات والكلام ده كله، ومعظم الناس بتكلمك على السوشيال ميديا ده بكام، ده مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب ما هو انت ممكن هنا تقول ان يو كان جيت ده، او بالمناسبه المنتج ده مثلا ب اكس 500 جنيه. باي ذا واي، لو انت عملت الاوردر ده من الستور
سجلت باليوزر نيم والايميل بتاعك ممكن تاخد خصم اب تو 20% لو سجلت من خلال الستور بتاعنا. افتح الايميل يعني سجل وافتح الايميل، خد البرومو كود واعمل بريشيس لاول اوردر. اليوزر دخل كلمك سأل مجموعة من الاسئلة تظهر ليك ان هو الراجل ده غالبا عنده انتنت او عنده نيه ان هو هياخد اكشن او هيشتري. انت هنا ممكن تعمله ريدايركشن ان هو طب ما تعمل الاوردر بدل ما اخد الاوردر منك من السوشيال ميديا، طب ما تعمل الاوردر على الستور وخد الخصم ده. يقول لك لا يا باشا انا عايز طب لا ايه ده في خصم؟ لا يا باشا اديني دلوقتي الخصم من السوشيال ميديا. سوري يا فندم، هو بيجي اوتوماتيك على الايميل بتاعك. كرييت هابت، يعني اخلق هنا بس هو هنا مش اللي هو طب يا باشا انا هاخد الديسكاونت وهولع في الميل بعدها مش هفتحه تاني مثلا. حلو قوي. ما هو انت دلوقتي، ما هو هنا نرجع نفس النقطه، ماذا بعد لما عملت الخطوه دي؟ ما هو تو كرييت او عشان تخلق عاده، انت دلوقتي عايز اليوزرز دول يتعودوا على موضوع الايميلات. فالموضوع انت دلوقتي بتدور على اللي هو ايه البوينت اوف انتري. نفترض انت دلوقتي عايز تجرب موضوع الايميلات او عايز تفاليديت هي الناس عندك بتفتح الايميلات ولا لا، فبتدور على زي ما بيقولوا كده ايه لو هانجنج فروت. يعني لو عندي شجره دي فيها تفاح، ايه اسرع ثمره تفاح في الشجره دي؟ هتقع على الارض على طول لو هزيت الشجره. اخر اقرب تفاحه للارض. ففي الحاله بتاعت اليوزر اللي داخل يسال ده بكام وانا عايز اعمل اوردر او كده، لو انت باني سيستم او عامل حاجه ممكن تدي اليوزر ده اوفر او ديسكاونت من الويب سايت من خلال الايميل، حلو. الراجل ده بوينت اوف انتري، الراجل ده له هانجنج فروت. يعني جرب. فممكن تلاقي نسبه كبيره من الناس بتروح تسجل عشان تاخد الديسكاونت ده. جميل، دي اول بوينت، انت خلاص كده دون على اول بوينت. ماذا بعد ذلك بقى؟ ما هو انت لو ريحت خلاص شكرا، انت ما عملتش اي حاجه. طب ماذا بعد بقى ده؟ طب ما انت ممكن اليوزرز اللي عملوا اوردرات من خلال الويب سايت تديهم مثلا في اي بي اكسس، نيو ارايفلز، خد الحاجات دي هتنزل على الستور سون يعني مثلا. هديك اكسس قبل ما تبقى موجوده بابليك او قبل ما تبقى مثلا متاحه للعامه بالظبط. او مثلا ان انت نفترض داخلين على سيزون، انت هتاخد ديسكاونت السيزون قبل ما نعمل له اوفيشال كوميونيكيشن على السوشيال ميديا. فتحس ان انت يعني ده في قيمه كبير، في فاليو ان انا اكون موجود على الليسته دي، انا بتعامل معامله مختلفه عن باقي الشعب. بالظبط. يعني فدي بوينت. يعني فانت هنا هي الفكره كلها ايه؟ يعني جرب الاول من بوينت اوف انتري مش فيري كومبليكيتد. بس بعد ما تجرب، والمناسبه البوينت اللي انا بقولها اول واحده دي، انت تدخل الناس على الويب سايت او تاخد ايميل الناس، دي اسهل حاجه في الدنيا. والموضوع ده اتس سو كريزي ان هو ازاي سهل، بس هو تحس ان هو افتر ثوت. ففكره ان انت تاخد تكولكت الداتا بتاعت اليوزرز ايميل ومش عارف ايه وبتاع، دي اسهل حاجه. هي البوينت بعد ذلك. عشان كده بالنسبه لي فكره فاليديشن ان حد يفتح الايميل وانت اول مره تجرب تعمل ده، دي سهله. المهم ان ماذا بعد ذلك. في هنا نقطتين. النقطه الاولانيه، انت قلت كلام جميل جدا فيما له علاقه ب والله انت بتبعت له كونفirmation ايميل، والله انت بعد كده اديت امثله على شويه ايميلات انا ممكن ابعتها لشخص مثلا لسه عامل اوردر. فحد مثلا ممكن يجي يقول لك طب يا باشا، طب ما انا ممكن اعمل ده واتساب ببوت مثلا ولا حاجه. فهل هنا الايميلات ممكن نقول ان هو طب يعني انت هتفكر فيها من ناحيه ماشي يا عم اعملها واتساب واعملها برضو ايميل، ده هيجيب لك وده هيجيب لك، ولا يعني ده مش بيضر من ده في حاجه؟ ولا يعني هيقول لك ايه لو هنسال السؤال بشكل تاني، هيقول لك طب ايه الادفانتج يعني بتاعت الايميلات؟ يعني انا لو بعت له واتساب اكيد هيبقى اوبن ريت اعلى لان الناس متعوده مثلا تتشيك واتساب ممكن اكتر من الايميلات او كده. فليه اروح بقى، يعني ليه اروح للميل؟ عشان الايميلات اتس تاتش بوينت، فيها يعني فيها ريليشن شيب مور انتمت عن الواتساب. انت بص، انت حتى كنت بتقول ايه؟ طب انا ممكن اعمل بوت على الواتساب. بص يا باشا، اقوم عامل بلاستنج لكل الارقام اللي عندي وخلاص شكرا. بلس كمان ان هو مور انجيجنج على الايميلات اكتر من الواتساب. ودي نقطه مهمه جدا من منظور بيزنس ومن منظور براند اوفرول. ان فكره ان الايميلات فيها انجيجمنت انسايتس ومتريكس عن الاودينس بتاعك، انت ممكن ما تشوفهاش من خلال بوت على الواتساب. نقطه تانية خلينا نتكلم فيها كده. طيب قول لي حاجه غير الايميلات تقدر تكومينيكيت بيها مع يوزر دخل على الويب سايت اتفرج على كذا برودكت وعايز تقول له بست we saw you checking out those, have a second look. يعني مثلا دلوقتي انا دخلت، نفترض مثلا دخلت على ستور بتاع هدوم، دخلت مثلا شفت شويه هوديز عجباني جدا بس انا اتفرجت ماشي، دخلت على 3 مثلا اتفرجت وخرجت، ما عملتش حاجه، حتى ما حطيتش على الكارت ده. يعني هنا في الحاله دي
في حد مثلا يقول لك خلاص انا هبعت للي حط في الكارت، بقول لك انت سبت الحاجه دي في الكارت ما تخش تبص. لا، طب ما انت ممكن من خلال البراوزنج انتنت بس ممكن تكومينيكيت مع اليوزر. خد بالك الثلاثه دول يا سيدي هيخلصوا، احنا شفناك بنبص على دول وشايفين ان هم لايقين عليك، خد الكود ده تشيك اوت على اي واحد منهم. فقول لي ده مثلا ككوميونيكيشن وايز هيتعمل ازاي بره عن لما ممكن تبعته في ايميل. ده غير بوينت تانية، لونج تيرم كوميونيكيشن على الايميلات بيخلق او بيحول اليوزرز قريبين اكتر ليك من اي كوميونيكيشن بتعمل له بلاستنج بشكل راندوم على الواتساب، او هو ايه مثلا بعت على الواتساب نيو ارايفلز تشيك دلوقتي والحق قبل ما الحاجه تخلص. لو في تواصل مستمر من خلال الايميلات ده بيخلي بيعلي نسبه اللويالتي بتاعت الاودينس، بيعلي نسبه الانجيجمنت، وبيخلي اليوزرز دول مقربين اكتر للبيزنس بتاعك من اي تاتش بوينت تاني. نقطه كمان مهمه جدا، دو يو اون واتساب؟ دو يو اون انستجرام؟ دو يو اون اي سوشيال ميديا شانل؟ لا. بس دو يو اون ايميل ماركتنج؟ يس. يعني هقول لك على حاجه، فاكر لما اي او اس نزل الفيرجن بتاعت مش فاكر كام 14.1 تقريبا حاجه كده، بوظت الاتريبيوشن بتاع صح، بوظت الادز للناس ميتا. كلها. معظم البراندز اللي كان عندها very healthy solid base من الايميل ماركتنج وايز من اليوزرز كانش عندهم مشكله في الموضوع ده بنسبه كبيره. ليه؟ لان هم اوريدي عاملين بيس كويس، اوريدي شغالين، عارفين يعملوا اتريبيوشن من خلال الايميلات بما يتعلق بالكونفرجن، فكان بالنسبه لهم تمام. اتس ا نايس تشالنج تو هاف فيما يتعلق بالاتريبيوشن اللي باظ من فيسبوك. بس الناس ما عانتش قوي كده عشان بيمتلكوا وسيله تواصل بيقدروا منها اللي هو نوكينج دورز على اليوزرز بتوعهم في اي وقت بدون اي مشكله خالص. كل المتركس متاحه قدامهم ويقدروا يلعبوا ليترلي جميع انواع الالعاب. نقطه تانية برضو في موضوع الايميلات، ان انت لو قدرت تخلي يوزر مور ستيكد ليك من خلال الايميل ماركتنج، اليوزر ده غالبا القوه الشرائيه بتاعته بتبقى من 1.5 ل 3x يوزر جاي من السوشيال ميديا. 1.5 ل 3x بتتكلم من 1.5 ل 3 اضعاف اليوزر القوه الشرائيه بتاعته. اه بس ليه عملوا الستاتستكس دي؟ عملوا ستادي او يعني لو هنتوقع ليه ممكن ما يكونش هم نشروا ليه؟ بيبقى ليه عشان الريليشن شيب؟ عشان الريليشن شيب الموضوع ملوش يعني مش زي سوشيال ميديا هيت ران. يعني انت كل ما تبقى عايز تعمل حاجه على السوشيال ميديا يو هيت ان ران، يعني انت بتهيت كامبين في كذا 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 يلا بينا مش عارف ايه بتاع، خلاص الكامبين طلعت بلاستد، شفنا السي تي ار، شفنا الكونفرجن ريت على الويب سايت، خلاص شكرا. بس لو انت عندك بيس قوي جدا ايميل وايز ان اديشن تو الكامبين اللي انت هتطلعها على السوشيال ميديا، انت ممكن تدي سنس اوف اكسكلوسيفيتي او بينج في اي بي لليوزرز بتوعك من خلال الايميلات، تديهم كانهم عندهم ايدج عن ان هو يسمع الخبر او يشوف الاعلان من سوشيال ميديا تشانل. يعني واحده من الاكسبيرمنتس اللطيفه جدا اللي كنت عملتها قبل كده كانت في بلاك فرايداي في بزنس اي كوميرس. كان ده قبل ما نبلاست الاوفرز اوفيشالي، قبليها تقريبا ب 14 يوم عملنا حاجه زي اسمها زي كده اللي هو ايه ذا فولت، يعني زي اللي هو بص هنفتح لك تبص بصه على اللي جاي عشان تبقى عندك فكره ايه اللي احنا هنعمله. كنا ليتري بانيين لاندنج بيج فيها كل البرودكتس، مفيش اد تو كارت، انت داخل تتفرج هي الديسكاونتس رايحه على فين، ايه البرودكتس اللي موجوده، ايه الفرايتي، كل حاجه. كنا بنعمل ايه؟ شايف حاجه عجباك ويش ليست. البوينت دي كانت بتخلينا بيزد على الويش ليست اصلا نشوف جماعه خدوا بالكم ان من ال 30 40 برودكت دول في 5 دول واخدين اعلى نسبه في الويش ليست ستوك بقى. فاحنا لو مش ظابطين اوبريشن باي باي. ده خلانا كمان نقدر نكنترول احنا هنشفل الاوفرز ازاي على الحاجه. بوينت تانية، لو انت عندك برودكت مثلا البرودكت ده انت طالع من ذمتك كبزنس وايز ان انت هتدي عليه في سيزن او في مناسبه معينه ديسكاونت 75%، يعني انت عندك 75%، يعني انت ممكن تعمل 65% وممكن تعمل 50% وممكن تعمل 25%، ما انت السيلينج بتاعك واصل لحد 75. طب ما انت ممكن تدي الماكسيمم سيلينج بتاع الاوفر ده للايميل يوزرز، واليوزر لما يشوف نفس البرودكت نزل بعد كده بديسكاونت بديسكاونت اقل
ما هو ممكن يكلم صاحبه خطيب، بصي انا باي ذا واي سبسكرايب في النيوزليتر او سبسكرايب في اه في النيوزليتر بتاعتهم. الناس دي بتعمل حاجات مجنونه على من خلال الايميلات ومحدش شايف. ف such activities او المجموعه دي من الانشطه او الطريقه دي من التفكير، هي دي فعلا اللي بتخلي اليوزر او الكاستمر اللي جاي من الايميلات القوه بتاعته او الباسكت فاليو بتاعته ممكن تبقى اكبر بكتير من يوزر عادي من على السوشيال ميديا شاف كامبين او حاجه اللي هو الله جميل نايس يلا بينا نعمل اوردر. هل طريقة ال الكونسومشن او الاستهلاك بتاعة المحتوى على واتساب مثلا فيرسز ايميل برضو عامل في الموضوع؟ يعني انا ما اعرفش، انا بقيس على نفسي، ما اعرفش هل ده كل الناس ولا لا، بس انا بتقبل اكتر بكتير جدا ان انا يجي لي ايميل من براند عن ان انا واتساب بتاعي كله يكون نوتيفيكيشنز مثلا من براندز، عشان انا ما اعرفش، انا متعود ان واتساب ده بتكلم معاك، بتكلم مع اهلي، جروب العيله، الكلام ده كله. حاسس ان انا لو واتساب عندي بقى كله براندات، دي حاجه انا مش هتقبلها خالص. ولكن الايميل دايما بيبقى فيه مساحه في بروموشنز، في حاجات بتروح هنا بالظبط فيه. وبعدين انا واتساب برضو هو انستنت مسجنج اب، انا بحس ان انت لما حد بيبعت لك حاجه بتبقى محتاج ان انت ترد بحاجه. الايميل انت مش محتاج ان انت تفتحه دلوقتي حالا، ممكن صح تفتحه في الوقت اللي انت عايزه. صح فهل ده بيضيف ايدج، يعني حاجه زياده طبعا. للايميل؟ البروموشنز الكتير جدا على واتساب بتخلق حاله من اللي هو كلاترنج كده. انت اصلا ممكن ما تفتكرش هو انت مين كان باعت ايه عايز ايه، انما ثرو الايميل او كده زي ما انت بتقول في تابه ليها علاقه بالبروموشنز. وفي بوينت كمان ان انت يو كان سيلكت من الايميل ان مثلا ان بيزنس ده معين اي كوميونيكيشن بلاستد منه ده يجي توب، يجي اول حاجه يعني وده ده يرجع بقى الهايلايتد. للي انت كنت بتتكلم فيه، ان انت بتبني اصلا معاه فكره العاده ان بالظبط هو عايز يشوف الايميل، فهو ممكن بنفسه يبقى بيدي اولويه للايميلات اللي بتيجي منه. بالظبط. في براندز بتخلق من السيزونز ريتشوالز، بتخلق من السيزونز على مدار السنه ريتشوالز اليوزر بتوعها من خلال الايميلات. في براند اسمه جيم شارك. جيم شارك ده اثليتيك براند للناس اللي مهتمه جدا بالويت ليفتنج ومش عارف ايه والكلام ده كله. الناس دي بتخلص الستوك بتاعها مثلا في بلاك فرايداي، تمام؟ معظمه من الايميلات، مش من ان انت تدخل على الويب سايت. لان مم. بدايه الكوميونيكيشن او بدايه ان انت تعرف ايه اللي نازل عليه الديسكاونتس والكلام ده كله من الايميل. الناس بتستنى مثلا اللي هو نفترض مثلا يوم 24 نوفمبر اول ما الساعه تيجي 12 وكام ثانيه الايميل بيجي في كذا 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 كذا. الناس بتخش من الايميل تبتدي ان هي تخلص تعمل الاوردر بتاعتها. بوينت مم. كمان ان من قبل مثلا بلاك فرايداي ما ابتدي، ودي بوينت مثلا اللي هو انت الانهي مدى ممكن تلعب ليتري في الايميل ماركتنج. انت كده كده عارف ان انت هتعمل اوفرز في البلاك فرايداي. طب ممكن انت ممكن قبلها من اسبوعين ثلاثه تقول للناس حط الحاجه في الكارت، حط الحاجه في الويش ليست مم. بتاعتك عشان تبقى عارف البيفور والافتر بتاعها كان كام. فتيجي يوم 25 ده بيبعتوا، الناس بتخش على طول تشيك اوت شكرا. طب بتخش 12 و10 12 وربع، انت ممكن تلاقي مثلا 20% من الحاجات اللي موجوده على الويب سايت خلاص شكرا دن. ده غير نقطه كمان الديسكاونتس مثلا اللي هو احنا اول ما ابتدينا مساء الخير 75%، تاني يوم 45%، تالت يوم لحد مثلا اخر الشهر بنتكلم من 18 ل 20 ماكسيمم. كل البركس دي اللي بياخدها اللي جاي من الايميلات جاي من يعني. الايميلات وجاي بدري كمان، جاي يعني كل بدري ما انت فتحت اه. اسرع او فما كل. هي البوينت بقى اللي هو فكره ايه، انت محتاج تحدد هو انت ايه الاوبجيكتيف اللي انت عايز توصل له من الايميلات بشكل عام، وبناء عليه محتاج تبني السيستم وتعود الناس عليه. وما بين الثلاثه بوينتس دول اتس اول اباوت اكسبيرمنتيشنز. مم. يعني جرب، لان حرفيا كل الالعاب مفتوحه في موضوع الايميلات. نقطه تانية ان في الايميل ماركتنج عمر ما الكوست بتاعته هتبقى زي كوست البرفورمانس. كوست برفورمانس الادز، يعني بيد ادز ولا يعني مم. عمر ما الكوست بتاعت الايميل ماركتنج هتبقى زي كوست البرفورمانس. فمش منطقي ان يبقى عندك بيز من الداتا او عندك داتا بيز من اليوزرز قادر ان انت كوميونيكيت معاهم زي ما انت قادر تتارجتهم بالظبط اون سوشيال ميديا، وما ما بتحاولش تلعب اي العاب في الحته دي يعني. حاجه برضو من الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ممكن يقول لك ايه، والله يا عم انا معايا ايميلات، و لما بيبقى فيه بروموشن ببعت ديسكاونت، كل ما بيبقى فيه بروموشن
ببعت ديسكاونت. حلو. وانت قاعد تكلمنا عن العلاقه وبناء الريليشن شيب مع الكاستمر والكلام ده كله. ف يعني بنبيع لما بنيجي نعمل ديسكاونت وبنبعت في الايميلات، بنبيع مش ما بنبيعش. بس اللي هي الحاجه اللي بتخلينا يعني ايه مش حاسين ان يعني الايميل ده حاجه قوي. فهل احنا ناقصنا حاجه؟ يعني هل في حاجه المفروض نبعتها غير الديسكاونتس؟ يعني انا شايف دلوقتي ان والله شركات كبيره امازون ومش عارف ايه وكده بيبعتوا كل شويه ديسكاونتس ديسكاونتس ديسكاونتس. هل في حاجه تانية انا ممكن اعملها مختلفه غير الديسكاونتس؟ ابني العلاقه اللي انت بتتكلم عليها دي ازاي؟ ما هو انت مثلا هنا في حاله مثلا فعلا حد زي امازون بيبعت ايميلات كتير، بس يعني لما نيجي نكومبير محتاجين في الكيس دي نكومبير ابل تو ان ابل. يعني انت صح. مش امازون في الاول وفي الاخر. ف... فالبوينت هنا. وبعدين موضوع البروموشنز، ماشي البروموشنز فاليد وكل حاجه، بس الموضوع عامل بالظبط زي ايه؟ عارف بعد ما تخلص صلاه الجمعه اول ما الراجل يقول خلاص بالسلام خلاص خلاص، بتلاقي بقى بتاع البطيخ وبتاع البطاطس ومش عارف ايه بتاع كله بيزعق عشان الناس كلها تروح تاخد الحاجه وتطلع البيت. انا بشوف البروموشن عامل كده بالظبط، اللي هو انت عندك شويه حاجات، يا جماعه في بروموشن في ديسكاونت شكرا، جاب ما جابش خلاص شكرا احنا خلصت الموضوع ده. في حاجات كتير جدا ممكن تتعمل لو انت مش مذاكر البورتفوليو بتاع البرودكتس اللي موجود عندك كستور وكبزنس. ما تبعتش ايميلات. ليه؟ لان البرودكتس الموجوده عندك تنتمي الى كاتيجوريز. كل برودكت في ريليشن بشكل ما او باخر مع برودكت تاني موجوده عندك كبزنس، صح؟ يعني لو عملنا كده برودكت مابنج، يعني انا مثلا دلوقتي لو جيت قلت انا ببيع اكسسوارز، ببيع ساعات، جميل، طب انا بعت ساعه، عملت بروموشن وبعت ساعه، طب انت بتبيع ساعات بس؟ مش ممكن تكون بتبيع بريسلت؟ مش ممكن تبيع كوفنز؟ مش ممكن تبيع؟ يعني لو فكره ايه ريليشن البرودكت ده بباقي البرودكتس اللي موجوده عندي، او ايه ريليشن البرودكت ده بنفس البرودكتس اللي موجوده في كاتيجوري واحد. فهنا فكره اللي هو ايه، طب اللي اشترى البرودكت ده ممكن اقول له على برودكتس تانية ايه تبقى موجوده معاه مثلا. فاللي هو فكره بدل ما انا بعت بروموشن واحد اليوزر اللي اشترى برودكت واحد، طب ما انا ممكن اكلمه تاني واشوف برودكت تاني او تالت او رابع ممكن يكملوا او ممكن يزودوا الاكوميليتيف كاستمر لايف تايم فاليو بتاعت اليوزر ده بشكل عام. بوينت تانية، هل البرودكتس بتاعتك مرتبطه بتوقيت او مرتبطه استهلاك مربوط بمده زمنيه؟ هقول لك مثال. يعني مثلا واحده برضه من الحاجات اللطيفه اللي كنا عملناها يعني، بس ده كان في نيش سبلمنتس. في المكملات الغذائيه مفيش سبلمنت مش مربوط بمده زمنيه، لان كل سبلمنت ليه دوز او ليه سيرفنج دوز، وبناء على السيرفنج دوز دي انت بتحسب هو البرودكت ده هيخلص في قد ايه. طيب احنا دلوقتي انا همشي بنفس اللوجيك بتاعك بالظبط. انا جيت دلوقتي يوم الجمعه بعت بروموشن، يا جماعه عندنا واي بروتين مش عارف، خش اشتري، الدنيا جميل، الدنيا طيبه خالص، والناس دخلت اشترت. انا بقى معايا الداتا دي، انا معايا مين فتح الايميل، مين اخذ البروموشن، ومين اشترى ايه. طب انا ممكن اخش مثلا مثال على الواي بروتين. واي بروتين في معظم الاحيان ال 2 كيلو مثلا بيقعد شهر، هو شهر وشكرا. انت دلوقتي معاك ديتة كل الناس اللي اشترت البرودكت اللي هو الواي بروتين 2 كيلو اللي هيقعد شهر. طب ما انت ممكن تيجي قبل ما الشهر ده يخلص باسبوع وتبعت للراجل ريستوك قبل ما يبقى اوت اوف ستوك. ودي احنا عملنا. بنتكلم طبعا في عشان بس الناس تبقى متابعه، انت مش بتفتح واحد واحد وتبعت له ايميل، انت بتبقى لا عامل طبعا، لا لا اوتوميشن لا طبعا. عشان بس لو حد يعني ايه. طبعا بيبقى فيه جروبنج، يعني اللي هو مم. فكره او سيجمنتيشن، يعني مم. السيجمنت اللي دخل اشترى البرودكت ده كل الداتا دي بتسحبها وبعد كده بتحطها في فانل. الفانل دي فيها بقى بتسكادول مجموعه من الايميلات على حسب انت ممكن تروح لحد فين يعني. فانت ممكن تبعت مثلا لكل الناس اللي اشترت البرودكت ده قبل او بعد ما اشترى باسبوعين لثلاثه ريستوك قبل ما يبقى اوت اوف ستوك. لو انت عجبك البرودكت ده وناوي تشتري منه تاني، الكميه بقت ليميتد او ممكن تخلص بسرعه، فايتس بيتر تو ريستوك ناو. طب هي مش دي حاجه ممكن تتعمل على البرودكت ده؟ ممكن. طب نقطه تانية، البرودكت ده لوحده كده اسمه نفترض مثلا واي بروتين، طب هل مفيش حاجات تانية بتاخد معاه؟ اتس بيتر تو تيك مالتي فيتامين مع الواي بروتين مثلا، وانت ممكن تبعت ريكومنديشنز بستاك اوف مالتي فيتامينز اللي ممكن تتاخد مع الواي بروتين ده. او ممكن تبعت ريكومنديشنز مثلا مالتي فيتامين، بري ورك اوت، شيكر، ايا كان، او ان انت تبندل كل ده في اوفر. احنا ما دخلناش في حته الريليشن، بس انت بتبعت كوميونيكيشن ان كونتكست او في سياق اكشن العميل اخده، فبقيت مور ريليفنت. ريليفنت لليوزر اللي هو ايه ده. انا فعلا اشتريت منتج اكس، ايه ده هيخلص اوكي، ايه ده فعلا انا ممكن اشتري مالتي فيتامين او اشتري
ايا كان. الحركه دي بالمناسبه لما عملناها، ودي مش عبقريه مننا لما عملناها، هي كانت جايه من حاجتين. احنا فاهمين التول او اللي احنا الايميل ماركتنج ده احنا عايزين نعمل منه ايه، ومذاكرين برودكتس. ليه؟ عشان بناء على فهمك للبرودكتس تقدر ان انت تدايفرس جميع انواع الكوميونيكيشن. كل الكوميونيكيشنز دي ليها كونتكست، انت مش عمال تبلاست في بروموشنز وخلاص. نقطه ثالثه ليها علاقه بالريليشن، برضو ليها علاقه تقول لما عملناها في جمله كنت هتقولها وما قلتهاش، ولا انت كملتها عادي؟ لا، الاكتيفيتيز دي احنا عملناها يعني. أوكي. يعني فكره التايم بيزد كوميونيكيشن بيزد على بريفيوس بيرشيس، او اللي هو فكره حاجات تايملي. طبعا كان فيها فومو، حاجات الكومبلمنتري، كل ده كان بناء على بروموشن بعتناه، فهمنا منه اللي حصل، يلا نكسكيوت يعني. بالمناسبه وصلنا من خلال الكوميونيكيشن ده ان احنا عملنا تقريبا من توتال السيلز اللي حصلت، الكلام ده كان على مدار شهرين، توتال السيلز اللي حصلت ايميل كوميونيكيشن كان عمل كونتريبيوشن بنسبه 21%. 21% من المبيعات جايه من الايميلات. وبالمناسبه الناس بتفتح اهي استنى، لا انا عايز اقول لك حاجه، احنا ساعتها اصلا we were experimenting for fun. يعني ايه فور فن؟ مش هقول فور فن اللي هو احنا بنهرج، بس قصدي اللي هو ايه، احنا عندنا تول وعندنا اوبشنز وعندنا داتا، ما يلا نشوف. فاهم؟ صحيح بعديها بعد لما ده حصل بقت خلاص جزء اللي هو جماعه وي نيد تو تيك ايميل مور سيريسلي، وبقت حاط له تارجتس وكل حاجه، بس ات كان بي دان عادي. بس الفكره كلها لازم تبقى محدد، ايوه انت عايز ايه من التشانل دي. نقطة تانية كنت هقولك عليها ليها علاقة بالريليشن شيب، فكرة ان انت تاخد فيدباك من اليوزرز او تبيلد فيدباك لوب ماشين. يعني فكرة اللي هو اليوزرز او كاستمرز بيفكروا في البرودكت بتاعي ازاي، نسبة الساتسفاكشن بتاعتهم عن البرودكت بتاعي عاملة ازاي، الحاجات اللي ممكن كان بي انهانسد، الحاجات اللي ممكن يكونوا محتاجينها وانا مش ببروفايد دلوقتي. كل ده عمرك ما هتعرف تعمله بشكل سيستماتيك الا من خلال الايميل ماركتنج، سواء اللي اشترى مرة او 2 او 3 او اول مره يشتري. لو انت باني فيدباك ماشين من مجموعه يعني حتى لو ايميل واحد بيتبعت باوتوميشن لليوزر اللي بيعمل بيرشيس، بعد ما بيعمل البيرشيس او بعد ما يستلم الاوردر باسبوع اسبوعين، ده بيجمع لك انسايتس، ده بيجمع لك تستيمونيالز، تاخدها حطها في البرفورمانس ماركتنج اللي انت بتعمله، وشغل يا باشا الانجن بتاعك اون سوشيال ميديا عادي. طيب خليني يعني احنا ممكن نكون واصلين دلوقتي لمرحله اللي هو ايه، طيب ماشي اقنعتني يا عم، بس انا عندي كذا سؤال. مين اللي عنده المهاره ان هو يعمل القصه دي؟ ولو انا ببدا يعني انا معايا، نفترض دلوقتي ان انت قلت يعني هتبني ايميل ليست ازاي او تجيب الايميلات ازاي، فدي سهله. انا ممكن يكون اوريدي عندي ايميلات من الكاستمرز بتوعي، او زي ما انت قلت احط مثلا على الويب سايت خد ديسكاونت، ادينا ايميلك وخد ديسكاونت على الفيرست اوردر، اي حاجه بسيطه سبين ذا ويل اللي بتلف دي، اللي هي لف وخد بتاع الريورد بتاعك ايوه مثلا. بس انا معايا الايميلات بقى دلوقتي وانا عايز ابتدي، فايه الاستراكشر اللي اعمل بيه؟ بس خلينا قبل ما نخش في دي تعالى نتكلم عن هو بيقول لك مثلا والله انا عندي حاليا التيم مثلا الان هاوس، عندي واحد مثلا ميديا باير، عندي واحد بيعمل كونتنت سوشيال ميديا. جميل. بتاع كونتنت السوشيال ميديا ده بيكتب كده وشاطر وبتاع، بس بيكتب ايه على السوشيال ميديا بتاع الدنيا كده لذيذه. انا ما عنديش الكاليبر او الشخص او مين اللي يجي يعمل لي ايميل. هل ده لازم يبقى، هل في حد في مصر اسمه ايميل ماركتر، ولا انا اشوف حد مثلا بيكتب كويس؟ ايه الكور سكيلز، ايه المهارات لما اجي اشوف حد بيكتب كويس واقول له طب خد كورس ايميل ماركتنج؟ يعني انا كشركه دلوقتي اتحرك مين بيفهم في الليله دي؟ فاهم قصدي؟ طيب سؤال حلو جدا. هل في حد، او هل فكره الايميل ماركتير ده شيء شائع جدا وكومن جدا في المينا ريجن او نورث افريكا بشكل عام؟ لا. بره ده كومن وكل حاجه. طب هل ده معناه ان لازم يبقى في حد ايميل ماركتير يبقى موجود؟ لا برضه. بس هو الموضوع محتاج 3 حاجات. محتاج حد يبقى فاهم يعني ايه فانل، او يعني ايه جيرنيز. بمعنى مثلا انا بعت ايميل في اوفر، والاوفر ده مدته اسبوعين للبيز عندي. جميل، خلاص تمام. ماذا لو 40% من البيز هو اللي فتح الايميل بس؟ طب 60% دول خلاص كده باي باي شكرا راح البتاع. فده معنى ايه؟ طب ما انت ممكن تبعت ريمايندر فياخد الناس اللي ما فتحتش الايميل ده، هم دول بس اللي بعت لهم. واقول لهم ايه باي ذا واي، او بقول لك انت في اوفر فاتك وقرب يخلص فالحق. فلو فكره ايه ازاي ابيلد سيكونس يعني وده مش محتاج حد ايميل ماركتير يعني، هو ده يعني عباره عن لوجيك. فاهم قصدي؟ انا كلمت يوسف النهارده محتاجه ضروري او عايز اقول له حاجه،
بس يوسف ما ردش، مشغول، يوسف عنده مشغوليات وكل حاجه. ما انا ممكن مثلا اصحى الصبح ابعت ليوسف مسج على الواتساب بقول لك ايه انا كلمتك امبارح بس انت ما ردتش، لما تفضى كلمني. ده الف ب كوميونيكيشن. طب فكره اللي هو ايه الف ب كوميونيكيشن ده يتطبق في سياق الايميلات، فحد يبقى فاهم سيكونس وازاي ده يترتب في ستيبس في شكل فانل. نقطه تانية، حد عنده فضول ان هو يفتح ايميل تول ويشوف الانترفيس بتاعها عامل ازاي. يعني بمنتهى البساطه، بالمناسبه كل التولز كلها شبه بعض، يعني كل التولز بتاعت الايميلات الانترفيس قد يبدو مختلف انما اللوجيك او الانجن واحد. فانت لو فهمت واحده مش هتعطل يعني. بالظبط، عشان هيجي حد يقول ايه احسن تول استخدمها عشان ابعت ايميلات، استخدم اي تول، لان اللي هو ايه يو دو نوت نو وات يو دو نوت نو. يعني انت عمرك ما فتحت اي تول قبل كده. طب انا دلوقتي لو جيت انت مثلا بتسالني وانت عمرك ما جربت ايميلات قبل كده، فتقول لي بص انا ما اعرفش اي حاجه عن اي تولز، قول لي ايه احسن تول استخدمها. انا مثلا عايز انزلك من على ودني فاجي اقول لك ايه بص يا يوسف ميل تشامب، هتقول 10 ريال، فهتروح تجرب مع ان ميل تشامب ممكن ما يكونش احسن تول. فاللي هو اي تول ليترالي شبه التانية، بيختلف شويه فيتشرز هنا مش موجوده هنا. انت لسه ما وصلتش لمرحله الاكسبيرينس الكافيه او حجم الشغل الكافي اللي يخليك يقول انا هختار التول دي عشان فيها اكس واكس. ما انت يعني لسه ما وصلناش للمرحله دي. بس اعتقد الشرط الوحيد ان هي تكون بتانتجريت مع البلاتفورم، يعني هتعرف تربطها بالكاستمر داتا بتاعتك وكده. كل التولز ينفع تعمل فيها كده، معظمهم يعني عشان ما نقولش في حاجات اصلا بتبقى مركزه نيوزلتر بس وبتاع بالزبط. ما بتبقاش مركزه مثلا اي كوميرس ما بتربطش، بس فعلا يعني دلوقتي معظم بقى بيربط يعني. بيست ايميل ماركتنج تولز فور اي كوميرس، جوجل هيطلع لك ليست اختار منها واحده خش جرب. النقطه الثالثه ان حد بتاع كوميونيكيشن. طب يعني ايه حد بتاع كوميونيكيشن؟ حد بيعرف يكتب مسج. الشخص ده ممكن يبقى كونتنت رايتر يجرب عادي جدا. ما هو بص، ما احنا لو يعني ما خدناش اي خطوه في الموضوع وعايزين ادوبت الفكره يلا نيوتيلايز الناس اللي موجوده. يعني دي المايند سيت بتاعتي. فانا محتاج حد بتاع كوميونيكيشن. يعني هقسمها لك، بتاع كوميونيكيشن لازم يبقى فاهم ازاي الكوميونيكيشن كان بي سبليتد او ينفع يتقسم على مراحل مختلفه. الميديا باير مثلا هو ممكن يبقى فاهم هو اكتر اوكي حته الجيرنز ومش عارف ايه وبتاع الكلام ده كله. الاثنين يذاكروا مع بعض التول، الناس دي هتشتغل وتبيلد بلان عادي. النقطه اللي بعد كده بعد ما خلصنا كل ده يلا بقى نقرا داتا. انا عندي بيز بعت له ايه اللي حصل، كام نسبه الناس اللي جالها اصلا الكوميونيكيشن، قد ايه من البيز، الاوبن ريت قد ايه. طب انا لو حاطط لينك جوه الايميل السي تي ار بتاعه مقارنه باللي فتحوا الايميل قد ايه. ما هو بناء بقى على الارقام دي نقدر نقول اوكي الايميل ماشي في اتجاه كويس والناس بتروح، ولا لا والله ما الدنيا دي لا الموضوع ده بايظ خالص. هيجي مثلا حد يقول لي على فكره انا جربت ده، وبالمناسبه ناس كتير في يعني ظروف مختلفه كانوا يكلموني يجي يقولوا لي ان احنا بعتنا ايميلات بس ما حدش فتحها خالص. تيجي تبص تحاول تشوف اوكي هو انت البيز بتاعك ده موجود يعني جبته امتى او جبته يعني اخر تاتش بوينت امتى، فتلاقيه مثلا جايبه بقاله 9-10 شهور وجاي دلوقتي قال لك ايه يلا ابعت كوميونيكيشن. فمش عاجبه الاوبن ريت قليل. الناس مش عارفه اصلا انت مين ومش فاكره انت جبت ايميل ازاي ولا بالظبط. ده غير بقى دي اول بوينت. تاني بوينت هو انت بعت ايه في الكوميونيكيشن، السبجكت مش واضح ال يعني او اللي هو راندم قوي او عام جدا او يبقى سبامي. يعني اللي هو مثلا انا خدت الداتا بتاعتك في ظروف احنا الاثنين مش فاكرينها بس انا افتكرتك بعد 10 شهور عشان عندي ديسكاونت او اي حاجه في مصلحه، بقول لك يوسف حبيبي في كذا ما تيجي تخش. فاللي هو مين انت وايه الاوفر وايه التول. ففكره اللي هو البيس بتاعك ده فريش ولا مش فريش، يعني جايبه من انهي تاتش بوينت. فدي نقطه مهمه. يعني عايز اروح لكذا نقطه ثانيه، عايز اروح لحته الاوبتمايزيشنز دي خليها في الاخر، بس عايز برضو اسالك على عشان انت كنت بتقول من شويه حته مثلا كوبي رايتر او حاجه. فطبعا هيجي حد هنا يقول لك يا باشا كوبي رايتر ايه ده كان زمان، ده كان زمان، انا ما افهمش اي حاجه في الكوبي رايتنج. انت عارف انا رايح فين. انا ما افهمش اي حاجه في الكوبي رايتنج، بس انا سمعت الحلقه دي الراجل ده اداني شويه افكار زي العسل. هاخد يا باشا اخويا شات جي بي تي هقول له بص اكتب لي الايميلات دي، هاخد الايميلات كوبي بيست واحلى مسا. حلو. فإلى أي مدى يعني التدخل البشري مطلوب في البروسيس دي كلها؟ هل هو ممكن فعلا يفك الخط بشات جي بي تي ويكمل بيه، ولا هيبدأ بيه وهيحتاج بعد؟ يعني فين الهيومن بقى تاتش بوينتس هنا؟ إن لا انت في يعني على الأقل وقت تصوير الحلقة دي
لا هي دي في حاجات معينه هيضطر البني ادم يتدخل فيها. خليني اقول ان لو انت ما جربتش الموضوع ده خالص قبل كده وما عندكش كوبي رايتر، اعمله بشات جي بي تي، اعمله باي اي تول. مم. ليه؟ لان البيربس هنا الاكسبيرمنتيشن. يعني انت هيبقى احسن من ما فيش. بالظبط، فاهم قصدي؟ طيب دي بوينت. البوينت الثانيه خلي بالك، لان في نقطه مهمه جدا. اي اي تول الاوتبوت بتاعها معتمد على هو مين اللي بيدي، مين اللي كاتب البرومبت. يعني صح. يعني صح. يعني اللي هو ايه، يا عم انت ما عندكش كوبي رايتر، ما عندكش كونتنت كريتور، ما عندكش اي حد بتاع كوميونيكيشن، جميل، بس انت المايند سيت بتاعتك جباره، انت فاهم الفانل وفاهم بالظبط انت عايز ايه. مم. ادي البرومبت للاي اي تول بناء على كده. انا عايز حاجه سيكوينشال فيها كذا 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 كذا. يعني ايه؟ يعني اللي هو فكره انا عايز سيكونس ايميلات ليه علاقه باوفر معين. مم. السيكونس ده هيبقى مبني على اللي ما فتحش اول ايميل، تاني ايميل انا عايز ابعت له حاجه ليها علاقه بكذا. مم. طيب تالت ايميل اللي فتحه وما خدش اكشن، عايز اعمل له مثلا بدل عايز اعمل داون سيل. يعني اللي هو طب بص لقيت مثلا برودكتس تانية شبه اللي في الكارت بس سعرها اقل، ميبي يو كان هاف ا لوك. مم. طب انت هنا تمام، انت راجل بتفكر صح. الاي اي تول هتديك اكشن بلان بناء على اللي في دماغك، هايله. بس انت دلوقتي ما فيش اي حاجه من دي في دماغك، وجيت قلت للاي اي تول انا عايز ابعت ايميل كذا كذا، هتديك الايميل بس واتس نيكست ولا اي حاجه. فما فيش مشكله يعني عشان تخش في الموضوع جرب انت يعني. بتقول ان انت لو واقف بس على حته الكتابه وفاهم كل حاجه تانية فانت بالظبط. هتعرف تكتب ديتيلد برومبت يديك الكتابه بالظبط. بس لو انت واقف على كل حاجه فانت اصلا مش هتعرف تكتب البرومبت اللي يديك حاجه مفيده. بالظبط. اه ما هو يعني ما هو في الاول وفي الاخر زي ما بقول لك، لو انت بص خلينا نقول هو ايه 80 20 يعني اللي هو مبدأ باريتو ده، اللي هو ايه الايفورت اللي انا هعمله ايا كان مع مين اللي هيؤدي الى 80% من النتائج المرضيه بالنسبه لي. فانت لو قعدت مثلا دلوقتي 20% من الايفورت بتاعك مركز جدا انت تفهم ايه ديناميكيه الايميل ماركتنج في سياق النيش بتاع البيزنس بتاعك، اي كوميرس، بي تو بي، ساس، ايا كان، يعني اللي هو الايميل ماركتنج بيشتغل ازاي، يعني ايه سيجمنتيشن، يعني ايه جيرنيز بيلدينج. 20% من الايفورت بتاعك قعدت تذاكره في الحته دي، مع الاتفاق على ان انت فاهم انت بتبيع ايه. لان بمنتهى البساطه انا فاكر لما كنا بنتكلم في الاول، انت لو مش مذاكر البرودكت بتاعك كويس قوي، عارف السيلينج بتاعه فين، عارف رايح لحد فين، يعني مش هتعرف تتكلم عنه، ولا الاي اي هيعرف يتكلم، ولا اي حد هيعرف يتكلم عنه. لازم تبقى مذاكر كويس قوي ده، وال20% من الايفورت بتاعك تم توجيهه في الحته دي، استخدم اي اي تول، لان على الاقل هتعرف تدورها، يعني هتعرف تخرج منها الاوتبوت بشكل مظبوط. انت اعتقد جاوبت بشكل واضح قوي ان يعني قلت للناس مجموعه من المهارات، هي بقى المهارات دي كانت عندك في الميديا باير، كانت في كوبي رايتر، كانت في ايا كان مين. المهم المهارات دي اللي انت ممكن تبدا تشتغل عليها. الارقام بقى، اقرا الارقام ازاي واوبتمايز ايه وكده. بس قبل ما نروح لدي عايزين بقى نتكلم في الستراكشر. انا دلوقتي راجل انا اقتنعت، ونفترض علشان جزء كبير من المتابعين بتوعنا اي كوميرس، ممكن لو معانا وقت ندي اكزامبل على ساس، اعتقد برضو الناس بتسال عليها كتير. ايه الاستراكشر اللي انا يعني في، انت اتكلمت كتير جدا مثلا على الاوتوميتد ايميلز مثلا، فدي اوتوميتد ايميلز بتبقى الى حد كبير ممكن تكون سيت اند فورجيت، او مش فورجيت قوي، انت بتراجعها بس انت بتسطبها مره وهي بتبدا الناس تخش في الفانل بس مثلا في انواع بقى تانية كتير. انا مثلا عايز ابعت ويكلي نيوزليتر لكل مثلا الناس، طب انا ابروتش بقى كل حاجه من دي ازاي كاوفر فيو للاي كوميرس؟ انا مش عايز كل حاجه في الحياه، انا عايز احط رجلي دلوقتي في الحته بتاعت الايميل ماركتنج دي، وانا مش بعمل اي حاجه دلوقتي، او ببعت زي ما كنت بقول لك كل فتره بقوم باعت بروموشن كده وخلاص. عايز احط رجلي في الموضوع، اعمل ايه الحاجات الاسينشال البيسك الفاونديشنال اللي انا محتاج احطها كده، وبعدين ابقى ابني عليها بعدين. بس انا عايز الحجر الاساس كده. احنا هنقول مجموعه من الاكشنز، بس هنفكر ان النتيجه النهائيه ايه. يعني مثلا في الكيس بتاعت الاي كوميرس، انت الهدف بتاعك ايا كان الاكسسوارز اللي انت هتعمله. انا عايز ار اي بقى، عايز يعني انا بدفع في التول دي، بيدفعوني دلوقتي بقوا غاليين، بيدفعوني بالذات لو انا عندي، ما انا ممكن اكون مجمع ايميلات من سنين، حلو، فمعايا مثلا 20,000 50,000 ايميل، فلاقي التول بتقول لي ايه $300 $500 في ايا كان الرقم، ماشي فانا ستيل ارخص من حاجه هتعملها برفورمانس ماركتنج، بس تمام. انا بالنسبه لي لا، يعني انا بالنسبه لي طالما يا عم انت هتغطي الكوست بتاع التول وهتحط لي ان شاء الله 2 جنيه زياده في جيبي، ما هو ما كانوش هيجوا صح. بس انا بفكر فيها ان انا ايه المجهود اللي انا هحطه او الفلوس اللي انا هدفعها مقابل والله انت هتديني ايه كايميل. حلو. فطالما انا هعمل حاجات، مثلا لو انت هتيجي تقول لي كل يوم اكتب ايميل بايدك ومش عارف ايه وكده، وفي الاخر
الاخر هنديك 2% زياده على الريفينيو. بس لو انت تقول لي تعالى سيت اب السيستم ده مره وسيبه 6 شهور وهتلاقيه بيزود لك ممكن 5 10%، تمام ورثت بالنسبه لي. فانا هدفي ROI على المجهود والوقت والفلوس اللي انا حطيتها في القصه بتاعت الايميل دي. ما انا زي ما اقول لك احنا في مجموعه من الاكسرسايزز هتتعمل عشان نطلع باوتكم. مبدئيا اول حاجه انت عندك 50,000 ايميل. واحد من الاهداف اللي لازم تبقى موجوده عندك ان ال 50,000 ايميل مثلا يعني يخرجوا في 3 سيجمنتس: انجيجد، ات ريسك، في اي بي. بمنتهى البساطه يعني انجيجد الناس اكتر سيجمنت من 50,000 دول هيفلي انجيجنج مع اي كوميونيكيشن انت بتبعته. ماشي تمام، لازم دول يتحطوا في سيجمنت لوحدهم. حلو. ات ريسك الناس الناس اللي هي ده على حسب بقى انت بتديفاين ات ريسك ازاي. يعني انا مثلا ممكن اقول ان الات ريسك دول مثلا في الاي كوميرس ان السيجمنت اللي على مدار مثلا شهر او شهرين ما بيفتحش اي كوميونيكيشن انا بعمله. طيب فده بالنسبه لي يعني ده اللي هو ايه، اتريسك هخسره يعني، مش هيتابعني او مش مهتم او بالظبط اكسكلود. ما انا هوفر دلوقتي اهو يعني خلاص نبدا بقى نقصقص في السبسكريبشن الحراق. ما مش كل الناس اللي موجوده عندك في الميل ليست كلهم شبه بعض. صح. فانا هبعت، يعني انت قصدك ان انا لما هبدا ابعت ل 50,000 دول بعدها بفتره هبدا اقسمهم وابص عشان بقى اقصقص منهم وانا انضفهم يعني. بالظبط. فانت الات ريسك هيبقى دايما مستمر مع يعني مع مرور الوقت هتلاقي ان دايما في ناس كده، دايما في ناس كده. وبالمناسبه انت ممكن واحد ات ريسك ات سام بوينت على حسب ما هنا مثلا في ات ريسك ده قلنا مثلا ان هو بقاله شهرين ما بيفتحش. بس انت في الاكشن بلان بتاعتك ان في اخر الشهرين دول اخر ايميل بيتبعت قبلة الحياه، ولقيت ان لا في جزء كبير من السيجمنت ده خد اكشن، خلاص ما بقاش ات ريسك، ممكن يخش في الانجيجد. فانت عندك انجيجد وات ريسك وفي اي بي، دول الثري سيجمنتس اللي انت محتاج تخرجهم. في اي بي ده ايه اختلافه عن الانجيجد؟ مش الانجيجد كده كده بيفتح كتير؟ سؤال حلو. انت ممكن يكون عندك من الداتا ماشي ان ممكن تديفاين الفي اي بي ان دول اكتر سيجمنت صاحب اعلى باسكت فاليو، ناس شاريه مني بالظبط بمبالغ اوريدي كبيره. فالناس دي لا، الناس دي ليها معامله خاصه. بالمناسبه ديفينيشن كل سيجمنت سبجكتيف يعني نسبي، بيختلف من بيزنس لبيزنس، بس منطقيا انت المفروض تبقى خارج بثلاثه سيجمنتس. في مثلا حد يقول لا ماشي انا موضوع السيجمنتس ده عجبني فانا هخش اطلع 15 سيجمنت، فاللي هو ايه اللي اشترى دي هحطه في سيجمنت واللي ده انت كده يعني هتفتح على نفسك ابواب هتوهك. يعني هم ثلاثه سيجمنتس: انجيجد، ات ريسك، في اي بي. هيجي حد يقول طب مثلا دلوقتي، طب ما افرض دلوقتي وانا لسه هبعت كوميونيكيشن في التاني في التالت عشان اعمل السيجمنتيشن، ما تعملش، ما تبعتش، اعمل سيرفي. السيرفي ده من الاخر في سؤال او سؤالين، البيربس بتاعهم لما تشوف الاجابه ترمي الناس دي في سيجمنت. اعمل سيرفي ابعته على الميل قصدك؟ يعني السيرفي ده هدفه ان انت تعمل منه سيجمنتيشن. اساله ايه بقى، انت عايز تقرا ايميلات مني ولا اساله حاجات ليها علاقه انت تحب تشوف ايه، تسمع ايه، تقرا بالزبط. ايه؟ السؤال اللي هو انت مهتم بموضوع ان انت تشوف الاوفرز بتاعتنا من الايميلات او ايا كان، ممكن ده سؤال يتسال، ممكن على اجابته طب خلاص انا حد قال لك لا. مش كل الناس هتقول لا يعني، بالذات لو انت لسه بادي وبعت ايميل للناس عايز اوفرات لا، اللي هو مش الناس هتحس ولا في يعني لو انا اوريدي. لا انت مش تسال السؤال كده، هل انت مهتم ان انت تشوف ليتست نيوز ابديتس مش عارف ايه من ما انا دلوقتي لو جيت لك يوسف هل مهتم تفتح ايميلات بنحط فيها اوفرز اكيد هتقول لا انا عايز اشوف الحاجه دي صح، ما انت مش انت تعملها كده. برضو نقطه مهمه جدا بالمناسبه دي حته حلوه قوي، انجينيرنج السيرفي. احنا دلوقتي اتفقنا السيرفي ده الهدف منه ان انت تعمل سيجمنتيشن، يعني انت هتبعت سيرفي عشان بناء على الاجابه هتسكن كل اجابه في شريحه، اللي هو ده انجيج، ده ات ريسك، ده مثلا في اي بي. ايه الاسئله اللي بناء عليها لما تشوف اجابه اوكي بناء على كده ده ممكن يبقى انجيج، بناء على كده ده ممكن يبقى في اي بي، بناء على كده ده ممكن يبقى ات ريسك. ده في حاله ان انت مش عايز تشتغل وتبعت ايميلات ومن الريسبونس والارقام تعمل سيجمنتيشن. النقطه الثالثه فكره بقى الايكو سيستم بتاعك عامل ازاي. يعني مثلا دلوقتي محتاج تحدد جيرنيز. يعني مثلا في الاي كوميرس خلي الموضوع فيري سمبل. انت مثلا دلوقتي بري بيرشيز، يعني دلوقتي انت عندك ناس دخلت ما لسه ما اشترتش، بس هو لو ما اشتراش هبقى عارف ايميله ازاي؟ ولا انت قصدك حد يوزر اوريدي لوجد ان مثلا، او لو هو لسه ما اشتراش هبقى جبت ايميله ازاي؟ ولا انت قصدك هو هيكون لوجد ان اوكي سايند ان او لوجد ان فانا عارف ان الشخص ده مين؟ تمام بالظبط. فمثلا في الكيس دي هتلاقي ان بري بيرشيز يوزر دخل عمل اتفرج وكل حاجه وما خدش ما خدش اكشن. هنا انت بتبعت كوميونيكيشن بيزد على بيهيفير، مش بيزد على حاجه يعني مش تشيك اوت ريمايندر، لا
ده behavior reminder اللي هو زي ما كنا بنتكلم على فكره احنا شفناك بتبص في كذا كذا كذا، خد اكشن دلوقتي. ده communication، ده pre purchase. communication تاني برايس دروب، الحاجات دي اسعارها نزلت، الحق قبل ما تخلص الكميه. فده برضو ستيل بري بيرشيس. يعني انت ممكن تحدد ثلاث ايميلات مثلا ماكسيمم بتبعتهم ليوزر بيزد على داتا موجوده عندك من البراوزنج والكلام ده كله، ليها علاقه بان هو يخش ياخد الاكشن. طيب فدول 3 ايميلات بري بيرشيس ممكن تظبطهم ويبقى ليهم التمبلت بتاعتهم. طيب بوست بيرشيس او خد اكشن بيرشيس او ايا كان زي ما احنا كنا بنتكلم كده، دول مثلا ممكن يبقوا 4 ايميلات على مدار شهر. الثانك يو ايميل او وير بريبنج يور اوردر، هاو تو جيت مثلا بنفيت من البرودكت ده، او مثلا ايه البرودكتس اللي ممكن تستخدمها مع البرودكت ده، شير ريفيو، حابين نعرف انت رايك ايه. اخر الشهر عشان ممكن تفتح سايكل جديده، نيو ارايفلز، كومبلمنتري برودكتس ايا كان، فيبقى عندك سايكل فيها 4 ايميلات. فانت اصلا دلوقتي في البري بيرشيس والبوست بيرشيس عملت تمبلت فيها ماكسيمم 7 ايميلات. خلاص دي دايره، يعني اللي هو فكره على إيه؟ كله بقى اي حد في مرحله البري بيرتشيز هيتبعت له ده، اي حد في مرحله البوست بيرتشيز هيتبعت له بالظبط. ده. انت ممكن تعمل دي وبناء عليها منها مثلا تعمل سيجمنتيشن. انت بعت دلوقتي مثلا 4 ايميلات لحد عمل بيهيفير براوزنج وما خدش اكشن، ممكن يبقى خلاص بقى لو انت خلقك ضيق، بس انت ممكن الابواب مفتوحه. أيوه. يعني انت ممكن اللي هو ايه، انا بعد ما بعت له مثلا احنا شفناك بتتفرج على الحاجه دي وبرايس دروب مثلا وحطينا فوم او ايا كان، طب ما احنا ممكن نعمل داون سيل مثلا. يعني طب بص على ده، فبرضه الراجل ما اشتراش، طب ما انت ممكن بعد الداون سيل تبعت له ريمايندر تاني، فكده بقوا 4 ايميلات مثلا، النيو ارايفلز الشهر الجاي. لو انت عندك خلق، طب انت ما عندكش خلق خلاص وقف عند اخر ايميل، لو ما فتحوش خرجه من الليست، خليه خلاص بقى نوت انجيجد. يعني فاهم؟ مثلا في الاي كوميرس الموضوع في الحته اللي ليها علاقه مثلا ان انا عايز كونفرجن او كده، انت ممكن بتتكلم في 6-7 ايميلات. بوينت تانية، هل اخليها كده بس ولا ابعت حاجات تانية اللي هو مثلا ايه، حاجه مثلا educational، حاجه engagement، حاجه مش عارف بتاع، يو كان عادي. وممكن في الحته دي الابواب كلها تبقى مفتوحه، بس هل انت عندك كاباسيتي ده؟ هل البيزنس بتاعك من براند برسبكتيف انت حابب ان انت تروح في الحته دي؟ طب هل الحته دي حلوه؟ طب هتخلق ستيكنس؟ طب هو انا لازم اعملها؟ لا، لان في الاول وفي الاخر بيزد على الكاباسيتي اللي موجوده عندك. بس انا مثلا التمبلت اللي بقول لك بري بيرشيس وبوست بيرشيس ده اللو هانجنج فروت اللي هو يعني ايه، من بيرفورمانس برسبكتيف، يعني اللي هو من بيرفورمانس وكونفرجن برسبكتيف، حط دي الحاجه. بس هل ممكن تعمل حاجات تانية ملهاش علاقه بالسيلز؟ وعلى فكره ممكن يبقى ليها علاقه بالسيلز. يعني مثلا لو عملت حاجه ليها علاقه مثلا بالستايلينج، انا بشوف دي اصلا حتى على انستجرام وكده، البراندات اللي بتعمل ستايلينج دي بتبقى حاجات بتجيب انجيجمنت عالي جدا. ستايلينج بوردز من البرودكتس اللي موجوده عندنا، فاليوزر والله فيري نايس ومش عارف. طب ما هو ممكن يخش اصلا يشوف يتفرج على حاجه. اقول لك على حاجه، هو ممكن اصلا من الايميل ده يخش يتفرج، تقوم جاي له بقى في البري بيرشيس، يعني هو دخل فتقوم مدخله في حاجه ثانيه يعني. أيوه. فاللي هو جميع انواع الالعاب ممكن تتعمل، حتى الكوميونيكيشن اللي هتبعته اللي مش دايركت سيلز وجها او خارجيا، مثلا في ستايلينج بورد مثلا ايا كان، بس هو جواه لو اليوزر خد اكشن وفتح، في معظم الاحيان في كليك من اتنين هيحصل، يا اما هيخش يشوف البرودكت او يخش يشوف الويب سايت، يا اما يعمل انسبسكرايب يعني فاهم؟ ف something nice to have. ما لو حد عمل انسبسكرايب خلاص انت عرفت من غير عصر كتير وايميلات وبتاع ان هو نوت انت، وفرت سبسكريبشن، خرجته من البيز بتاعك. يا جماعه الراجل اهو يعني ايه بيشرح الخريطه، اسرقوها بس عشان اللي مركز اللي مش مركز. يعني انت اديت اعتقد اكزامبلز للاوتوميشنز، اوتوميشنز وسيكونسز حلوه جدا. انا دلوقتي بقى بعيدا عن الحاجات دي، انا اي سيت اب خلاص، نفترض ان انا عايز ادو مور، يعني عايز اعمل اكتر، وبفكر مثلا هل انا بشوف ان في ناس بتبعت نيوزليترز ويكلي مانثلي، بس مش عارف ابعت ايه بقى. ما انا بعت الحاجات البرفورمانس دي، هل في حاله الفاشن ممكن ابعت مثلا حاجات ستايلينج او educational زي ما انت بتتكلم في بقى افكار يعني لا تنتهي في الموضوع. في ناس بقى بتدي تيم ابديتس ومش عارف مين مشي ومش عارف مين اتجوز ومش عارف إيه، لما تبقى حسب البراند فويس والبراند عايز الناس تقرب منها قد ايه والكلام ده كله. لو انا عندي الكاباسيتي او لو انا عايز اجرب بره الاوتوميشنز دي، ايه يعني ابدا ابعت مثلا نيوزليتر في الشهر، اقسمه مثلا كذا توبيك، ولا
اخليه educational ولا اخليه يعني اروح ادور على نيوزليترز تانية بتاعت مثلا منافسين بره او اخد انسبيريشن يعني ابداها منين؟ ما خلاص انا عملت الاساس اللي انت قلت لي عليه. هو ده سؤال حلو قوي، بس اجابته زي ما انت كنت بتقول معتمد على الهدف. معتمد على الهدف ومعتمد على البراند بوزيشننج او البراند ايدنتيتي اوفر اول او البراند دايركشن بتاعك اوفر اول رايح فين. يعني مثلا دلوقتي لو انت براند كولو فانكي ماشي اوكي، اعمل نيوزليتر كولو فانكي وات ايفر بقى انت هتقول فيها ايه. يعني ده حاجه انت ممكن تفكر فيها اوت لاود، لان مفيش اي حاجه هتتقال هتبقى غلط، لان في الاول وفي الاخر اتس اول اباوت اكسبيرمنتيشن. ابعت مثلا نيوزليتر كل اسبوع، لو دي حاجه انت عمرك ما جربتها قبل كده، لا جرب الاول تبعت مره نيوزليتر مره واحده في الشهر. it would be amazing او هيبقى من الرائع جدا بما انك هتبعت نيوزليتر اوف البرفورمانس والحاجات دي كلها. خد رايي، بص بقى انا هجي لك تاني نفس الموضوع. خد رايي الانجيجد والفي اي بي سيجمنتس في سياق هو البيزنس بتاعك بيقدم ايه. يعني احنا بنفكر نبعت بلاست شهري في مجموعه من الابديتس والحاجات اللي ليها علاقه بالبيزنس او ليها علاقه بالتيم او ايا كان حابين تشوفوا ايه. نعمل بول جمع من الانجيجد والفي اي بي، جمع من الناس دي الحاجه كلها. روح اعمل على انستجرام ستوري او ايا كان بتاع في نيوزليتر فيها كذا كذا. جمع الاول فيدباك. مش كنت بقول لك في الاول ان الايميل ماركتنج هو تقدر من خلاله تعمل فيدباك لوب ماشين ليترالي تجمع منها اي حاجه انت عايزها. انت ممكن تعمل كده وبناء عليها تكريت بقى او تكريت النيوزليتر عامله ازاي. فالموضوع بيتوقف على البراند دايركشن رايح فين. النيوزليتر لو هتتبعت مره في الشهر ممكن يبقى فيها سيكشنز. اقول لك حاجه، ممكن فيها ابديت عن التيم، ممكن فيها ابديت عن النيو برودكتس، ممكن فيها ابديت على برودكتس هتطلع وبنوريك الورك ان بروجريس الدبليو اي بي بتاعها. يعني اللي هو فكره وير وركينج مثلا كرافتنج بالظبط. ده مثلا جزء بيورلي انجيجنج وبيورلي فور ذا سيك اوف بيلدينج ريليشن شيب ما بينك وما بين الاودينس. ده بارت 1 او دي ستيب 1. ستيب 2 نيوتن كان بيقول لك ايه، احنا وي ليرن باي ستاندينج اون ذا شولدر اوف ذا جاينتس. احنا بنتعلم لما نقف على اكتاف العمالقه. بمنتهى البساطه انت كيوزر مش كماركتير بقى، انت كيوزر او مش ككونسيومر ماشي، ايه البراندز اللي بتحب النيوزليتر بتاعتها؟ اعمل بورد كده واعمل فولدر خد فيه سنيبتس من النيوزليتر دي واسال نفسك هي النيوزليتر دي انا بفتحها ليه؟ يعني فيها ايه حلو؟ او انا مثلا ايه اللي انا ببقى عايز اشوفه وانا بفتح النيوزليتر دي؟ طلع الكي تيك اويز بتاعتك وحاول تريفرس انجينيرت او تقلبها هندسه عكسيه كده. لو انا عايز اعمل ده في البيزنس بتاعي ممكن اعمله ازاي؟ يعني او ممكن اخرج النيوزليتر في دايركشن عامل ازاي. مش كل بيزنس، بس عشان مش عايز الناس تفهم البوينت دي بشكل اللي هو لازم كل بيزنس يعمل نيوزليتر، بس مش لازم خالص. بس لو انت بتفكر في فكره ان انا براند، فكره ان انا كوميونتي لويال كاستمرز وعايز اخلق ستيكنس والكلام ده كله، اميزنج لو انت عندك نيوزليتر. يعني مثلا دلوقتي في مثلا الناس الكوميونيتيز يعني او الليرنينج بيزد اون كوميونتي، الناس بتعمل كوميونيتيز وكورسات وتراكس ومش عارف ايه وبتاع. جميل جدا. فكره الكوميونتي نفسها في حد ذاتها انجيجنج ورهيبه وكل حاجه. انت ممكن تعمل نيوزليتر فيها الرول اوت بتاع البروجرامز اللي جايه عامله ازاي، فيها اندورسمنت وسيلبريشن للتوب تير ستودنتس في الكوميونتي. ممكن تدي لهم بيركس مثلا. يعني الناس دي كانت شاطره جدا في البروجرامز اللي فاتت في الكوميونتي وبناء عليها الناس دي هم التوب ستارز الشهر الجاي وليهم بيرك 1 2 3 4. بس انت محتاج الاول اوكي انت كبزنس او كبراند لو عايز تعمل حاجه فيها كوميونيكيشن شهري عايز تعود الناس عليه، عايز الناس في الكوميونيكيشن الشهري ده بعيدا عن البرفورمانس بعيدا عن الناس تشتري والكلام ده كله، عايز تقول فيها ايه؟ طب هنا عندي سؤال مهم. انا عايز اقول فيها ايه. انا ماشي انا بعملها فور انجيجمنت وعايز اربط الناس بيا والحاجات دي كلها. الى اي مدى هعرف اقيس الامباكت او التاثير بتاع ده على البرفورمانس حتى لونج تيرم؟ يعني مثلا انا النهارده بدات ابعت الانجيجنج ايميلز دي، بقول لك شويه حاجات على بيهايند سينز احنا بنعمل المنتج ازاي مش عارف ايه، وانت بتفتح وانا شايف الارقام ان انت بتفتح في مثلا الناس بتفتح الايميلات نسبه كبيره وبتاع، ففي انجيجمنت اهو. هل من المنطقي مثلا ان انا اجي مثلا بعد 5-6 شهور
ابص بقى اخبار الايميلات الاوتوميتد والسيكونسز بتاعتي والايميلات التانية اللي شغاله، هل منطقي ان انا اتوقع ان دي تكون اتاثرت بشكل ايجابي على مدار مثلا فتره معينه، ولا ازاي؟ ماشي انجيجد، الناس بتقول هي وكل حاجه، عايز احاول اقيس ولو تقريبيا تقديريا وانا ماشي صح ولا لا. هل ما عنديش غير الانجيجمنت؟ تمام، الناس بتفتح الايميلات، ولا ايه إيه اللي انا ابص عليه، ايه اللي انا احاول ماذا يحدث؟ اصل هنا يعني اول تاتش بوينت في الانجيجمنت الايميل اتفتح، ماذا بعد الايميل اتفتح؟ انت قصدك بيردوا مثلا بيردوا، بيدوسوا على حاجه معينه في مم. ما هو في الاول وفي الاخر يا يوسف، هي انا لازم ارسم الجيرني. ما هو انا لو عامل النيوزليتر مقفوله، مفيش اي مم. حاجه فيها كليكبل، مش عايز اليوزر يروح في حته ومش اه عارف ايه بتاع، خلاص الكوميونيكيشن انتهى. الايميل اتفتح، لو اتفتح فتحنا خلاص، مفيش اي حاجه تانية حصلت بعديه. طب اوكي، لا، طب ماذا لو ان انا حاطط حاجات، حاطط كول تو اكشن في النيوزليتر، مم. طالب حاجه معينه من اليوزر. افرض مثلا بوري سنيك بيك من حاجه جايه في النيوزليتر، مم. اخش احجزها ايرلي بيرد يعني انت قصدك ممكن نميكس الانجيجمنت مع البرفورمانس برضو في بعض بالظبط. الاحيان فيها عادي، على حسب بالظبط يعني. فدي بوينت تانية، ممكن النيوزليتر مثلا يبقى فيها ريفيلر بروجرام للسبسكرايبرز بتوعك، او يبقى فيها كود كل لما تدخل ناس هتاخد خصم على الاوردر الجاي. فتلاقي مثلا هنا حاجتين، لو النيوزليتر بيس بيكبر ماشي، فدي ده بوينت اوكي، people are doing actions for me، يعني عشان يكبروا النيوزليتر. دي اول حاجه. تاني حاجه الريفيلر كود انجن بتاعك بيتم استخدامه قد ايه، ما ده برضو مترك للجروث في الكيس دي. فهي الفكره كلها ماذا بعد اول اكشن انت عايزه. ما هسامه مش هتقف، يعني اللي هو مش فكره خلاص في حد فتح الايميل. يعني هقول لك على حاجه، انا عندي نيوزليتر ماشي في رمضان، الشهر يعني الشهر رمضان اللي فات ده، انا يوجوالي لما كنت ببلاست كوميونيكيشن في النيوزليتر كنت بنزل اناونسمنت عليها على السوشيال ميديا. انا اتخنقت من الموضوع ده بمنتهى البساطه، ما عنديش وقت، يعني وقتي مينلي ديديكيتد ان انا ابعت الكوميونيكيشن. طيب ساعتها كان عندي الكوهورت بتاعي البروجرام بتاعي، كنت فاتح منه راوند جديده ماشي. فانا كنت عامل ايه، دايما بقفل الايميل وبقول لو انت عجبك الايميل ده وقدرت تسامرايزه بطريقه لطيفه اون سوشيال ميديا وعملت لي منشن، ممكن تدخل في البروجرام ده بخصم 50 75%. انا كنت عارف ان ناس كتير مستنيه الراوند الجديد. هسرقها دي حلوه جدا. وهنا مثلا انا بالنسبه لي اللي هو ايه، انا مش حاطط مثلا بوتن ناس تدوس عليه عشان يروح يعمل حاجه، لا، انا معتمد على اللي فتح الايميل ووراه لحد الاخر وعايز يدخل الكورس او عايز يدخل البروجرام، انا هشوف هيعمل ايه. لا وبعدين هو لما هيروح يلخص الناس هتبقى عايزه طب انا عايز بقى اشوف الاصل ده بيجيب بالظبط. الحاجات لا دي منين. وكان في ناس بتقول ايه بقى، في ناس كانت بتعمل ايه، انا عامله او انا عامل سمري لاخر اديشن من نيوزليتر بتاعت احمد العشري، وادعوا لي عشان ممكن اخد كذا يا رب السمري ده يعجبه. فالناس بتخش، هم عارفين احمد العشري بس اللي هو كوميونيكيشن ايه اللي اتبعت وفين. فكانت الناس تخش تبعت لي على الفيسبوك تقول لي هو انت في حاجه نزلتها ريسنتلي، فقال لهم دي في النيوزليتر. طب انا عايز اخش عشان يعني اجوين، لا والله ده كوميونيكيشن امبارح واللي لحق ينزل السمري خلاص، بس سبسكرايب عشان انا ممكن اعمل الحركه دي تاني، فاهم؟ فالموضوع مش فكره اللي هو ماذا بقى، يعني مش فكره اللي هو حد فتح الايميل وخلاص، انت عايز ايه بعد ما الايميل يتفتح. فده ممكن يبقى مور انجيجمنت او ممكن يروح في حته بيرفورمانس. يو هاف تو ديفاين، يعني انت محتاج تحدد انت عايز ايه، فاهم قصدي؟ صح. فبس دي بوينت يعني. طيب يعني اخر حاجه عايز اسالك فيها بقى هو ما يخص الجزء بتاع الاوبتمايزيشن، او انت قلت من شويه قرايه الارقام. فانا ممكن مثلا انا عايز اعرف بقى الايميلات دي يعني ايه النظام، يعني مع الوقت كده الناس بتاعها شغاله، الايميلات فيها طبعا عناصر كتير او يمكن حتى نقول عنصرين اساسيين اللي هو السبجكت لاين والبادي. فاولا ايه الارقام اللي ابص عليها؟ الارقام دي بتقول لي ايه او احسن يعني امتى مثلا اعرف ان مثلا السبجكت لاين ده لا محتاج يتغير، التايتل بتاع الايميل او السبجكت بتاع الايميل، او ان انا لا مثلا محتاج اشتغل على البادي، او وهل اقعد اعمل يعني اي بي تيستنج زي ما الناس بتعمل في اعلانات وكده، هل ورث ان انا اقعد اجرب كل شويه العب في السبجكت لاين؟ ازاي بقى اربط ده بالارقام؟ طيب بص، الايميل ماركتنج بشكل عام اتس اول اباوت تيستنج يعني، ومفيش تول عامه، اي تول ممكن تستخدمها في الايميل ماركتنج، كل تول فيهم
فيها كميه فيتشرز في موضوع التستنج ده انت مش ممكن انت يعني كبيره جدا، ومديها فرايتي كبيره للماركتير او للشخص اللي بيستخدمها، يعني ان هو يتست اي حاجه هو عايزها. طبعا الف ب يعني اللوجيك في التستنج هو السبجكت. ليه؟ لان بمنتهى البساطه ده اول تريجر. if it's like sexy enough او اللي هو convincing بما فيه الكفايه ومقنع بما فيه الكفايه او غامضه بما فيه الكفايه، اوكي انا ممكن افتح يعني ده ممكن يبقى سبب من الايميل يتفتح. طب فدي اول بوينت، فانا هنا بعمل ايه؟ بتست السبجكت طبعا. طب تاني بوينت، لو انت حاطط كول تو اكشن في الايميل، البليسمنت بتاعه لازم يبقى فيه تيستنج. يعني انت مثلا لو حاطط كول تو اكشن في الاخر خالص، طب ما جرب تحطه في نص الايميل، جرب تحطه في الاول، على حسب انت يعني ايه الكوبي اللي موجوده جوه الايميل، او انت عايز تقول ايه، وتشوف بناء عليها برضو تاني. ما هو ده فاريانت او فاريبل، فانت بتشوف بناء عليه اوكي هو احسن حاجه ان انا احط الكول تو اكشن تحت خالص، ولا احطه في النص، ولا احطه فوق. يعني انا مثلا في الكيس كنت بحكي لك في النيوزليتر عندي، انا قاصد ان انا احط الموضوع ده تحت خالص في اخر الايميل. ليه؟ عشان ده اول انديكيشن ليا ان الناس قرت الايميل كله. فانا ما كنتش حاطط اي كول تو اكشن ممكن ان هو يعمل ديستراكشن لليوزر او للقارئ في باقي الايميل. فلو لا، الايميل كله تكست، وفي الاخر خالص المسج اللي انا عايز اقولها. فدي بوينت لازم تفكر فيها وانت بتبني الاستراكشر بتاع الايميل. بوينت تانية، ان انت لو عايز اكشن سريع بره الايميل مثلا على الويب سايت، ما ترغيش كتير في الايميل. يعني خليك اضرب بسرعه في الايميل، المسج بتاعتك تبقى واضحه جدا، الكول تو اكشن عشان ايه؟ الناس تروح فين؟ على الويب سايت تكمل الجيرني. انما الايميل ده الغرض منه حاجه اف واي اي، او حاجه اليوزر او الكاستمر هياخد باله منها، بالذات مثلا في الساس. يعني انت مثلا دلوقتي في الساس جالك يوزر عمل اونبوردنج او خد ديمو، بعت له اول ايميل ويلكم وكونفirmation ومش عارف ايه وبتاع، بعديها ب3 ايام ابتديت ان انت تشرح له فيتشر او اتنين. فانت في الكيس دي مثلا وانت بتشرح الفيتشر، ما هو انت هتشرح الفيتشر وازاي تو جيت مثلا ذا بيست اوت اوف ذس فيتشر، فانت هنا هتشرح شويه حاجات وبعد كده تحط الكول تو اكشن. فالايميل ده نسبيا هيبقى اطول شويه، فلازم الكول تو اكشن يبقى يبقى تحت، ما يبقاش فوق قوي. او ان انت الكول تو اكشن هتخلي اليوزر، او ان اليوزر اصلا فتح اول ايميل وما عندكش اي داتا خالص بتقول ان اليوزر ده عمل انجيجمنت على التول. ودي حاجه يعني بالذات لو انت في الساس هتقولي كل الناس اللي عملت اكونتس وما استخدموش التول. فانت بعد الويلكم ايميل بتبعت لهم، طبعا ده اوتوميشن، انت مش هتقعد اللي هو يا محمد هات لي الداتا دلوقتي عشان هكتب الايميل وابعته، لا انت قصدي هتعملها اوتوميتد. فهتبعت له اللي هو 3 كي فيتشرز او فيتشر اساسيه في التول، شرحت فيها شويه حاجات ازاي التول دي الفيتشر دي تنفع تستخدمها، كول تو اكشن يروح يستخدم التول. فتستنج الكول تو اكشن ده مثلا في الايميل مهم جدا. المواعيد دي برضو نقطه، ان انت بلاستنج الايميلات، بس دي عادي في لو الحاجه اوتوميتد او سكادولد مش مهم. انما لو انت بتبلاست اللي هو هتبعت الكوميونيكيشن اون تايم، او انت قاصد تبعته في مرحله معينه، ودي اول مره تعمل كده، اعمل تيستنج برضه في التايمنج. يعني ابعت سيجمنت في التايمنج ده وفي التايمنج ده، وشوف بناء على الاوبن ريتس والسي تي ار. سي تي ار ده اللي هو الكليك ثرو ريت، يعني برضو عشان الناس تبقى فاهمه، اللي هو فكره انا بحسب السي تي ار مش من نسبه البيز، من نسبه الناس اللي فتحت الايميل. يعني انت ممكن تبقى عامل سبجكت حلو قوي واللي مكتوب جوه بشع، فاهم؟ فالناس اصلا تقوم خارجه من الايميل. فانت بتقيس السي تي ار او كليك ثرو ريت من نسبه الناس اللي فتحت الايميل. فانت ممكن تعمل تيستنج باوبن ريت وسي تي ار في معادين مختلفين عشان تشوف ايه البرفورمانس بتاع الايميل ده راح لفين. بوينت تانية بتقيس عليها نجاح الايميل او من فشله، ما هو البيربس من هذا الايميل، انا ليه بعت الايميل ده، عايز منه ايه. يعني مثلا نفترض ان انا عايز ترافيك على بيج معينه في الويب سايت، محتاج تميجر قبل البلاستنج ده كانت عامله ازاي، وبعد البلاستنج ده كانت عامله ازاي بيزد على الترافيك سورس. يعني دي برضو نقطه مهمه جدا. يعني هل الايميل تشانل عملت كونتريبيوشن او مساهمه بايا كان او بنسبه قد ايه في الترافيك اللي جه على اللاندنج بيج دي في الويب سايت او كده. فدي كلها حاجات ينفع ان انت تجرب فيها. كفول اب بس على اللي انت قلته على الداتا او على الارقام، عشان انت قلت نقطه مهمه انا عايزها تبقى واضحه برضو للناس. انت قلت في مثال ان انا لو السبجكت لاين بتاعي كويس قوي ولكن الايميل سيء جدا،
فده معناه ان السي تي ار لو افترضنا ان في سي تي ار في لينك يعني في الميل، فالسي تي ار هيبقى واقع. فهل معنى كده بقى لو حد بيقول لك طب تمام انا عايز احاول اترجم الارقام لشيء، فهل معنى كده احنا ممكن نقول مثلا ان انت مثلا دلوقتي عايز احكم على السبجكت لاين، فاوبن ريت عالي معناها سبجكت لاين كويس، واوبن ريت قليل معناها سبجكت، يعني بحاول اوصل ان ايه الارقام اللي ابص عليها وتقول لي ايه، تقول لي اعمل ايه، فاهم قصدي؟ ماشي. هو اول حاجتين نسبه الدليفري، اوكي لان دي بتحدد برضو البيز بتاعك عامل ازاي. اوكي يعني ما انت عشان ممكن سبام او ايميلات غلط بالظبط او كده. نسبه الدليفري عندك عامله ازاي. تاني حاجه بعديها الاوبن ريت، ما دي اول اكشن بيحصل. اوبن ريت يعني الاوبن ريت ده اول اكشن آه. بيحصل عندك. فلو عندك الاوبن ريت نسبته عاليه يبقى تمام؟ عجبه السبجكت. يبقى عجبه السبجكت، او انت لافبل براند او فيري نون آه. براند فأنا بالنسبه له، عايز فهو أفتح. عايز يفتحه. فهو في الحالتين حاجه كويسه. اوكي طيب البوينت اللي بعديها، ماذا حدث داخل الايميل؟ لو انت حاطط في معظم الاحيان لو انت بيزنس لازم الايميل يبقى جواه حاجة. انت طالب اكشن من اليوزر، كان بي ميجرد وكان بي تراكد. يعني مثلا لو حد كريتور مثلا عامل نيوزليتر وبعت بيس اوف انفو او معلومه او نصيحه، ممكن يفكر اللي هو مش عايز احط كول تو اكشن. فانا بالنسبه لي عايز الناس تقرا الايميل او تعمل ريبلاي على الايميل. يعني ممكن اكتب تحت لو عجبك يعمل لي ريبلاي، فبيز على الريبلاي اذا حد الايميل حلو ولا لا. بس كبزنس لازم يبقى في حاجه كان بي ميجرد. طب ايه اللي ميجرد جوه الايميل؟ الفوتر، الحاجات اللي موجوده فيه، ان سبسكرايب طبعا، والكول تو اكشن اللي انت حاطه اللي انت عايزه عباره عن ايه. لو لقيت الاوبن ريت عالي بس سي تي ار ميت، ده معناها في حاجه غلط في اللي انت كاتبه، او it's not convincing enough، أو مش مقنعه بما فيه كفايه، او يعني ممكن تكون رغيت كتير ما وريتش اليوزر حاجه. فدي حاجه تفكر فيها. لو لقيت السي تي ار عالي نسبه للاوبن ريت، دي حاجه جميله، يعني دي حاجه برضو كويسه. بس هل انا خلصت؟ لا، اروح شوف ايه اللي حصل بعديها. ما هو السي تي ار ده يعني كول تو اكشن ده كان مودي على ايه؟ داس بس ما عملش اي حاجه. لو عايزه يشتري مثلا، ناس بالظبط. كتير قوي داست بس ما عجبهاش الاوفر، ما عجبهاش حلو. حصل اي حاجه. جميل. ما انت ممكن تاخد الناس دي بقى وتحاول وتدخلها تاني في دخلها بقى في اوتوميشن تاني. ما احنا اللي هو مش هسيبك يعني، فاهم؟ فده السيكونس اللي انت المفروض تمشي. هل الارقام، انا عارف السؤال ده صعب جدا لان هي بتختلف بين الاندستري، بس متاكد ان الناس هتبقى عايزه تساله. هل في ستاندرد؟ يعني انا لو انا 10% اوبن ريت، انا مش عارف كحد لسه يبعت اول ايميل في حياته، ما عنديش حتى ايميلات قبل كده اقارن بيها، فبالتالي انا مش عارف هو 10% ده حلو وحش. طب 50% ده حلو وحش. هل في ستاند يعني اجوجل مثلا ستاديز معينه، انت عندك ريفرنس معينه الارقام في اندستري ستاندردز معينه، ولا استنى ابعت كام ايميل وبقارنهم ببعض؟ يعني اعمل بنش مارك للارقام ازاي؟ يو كان جوجل الستاندردز، بس انا بالنسبه لي ات مينز nothing يعني بمنتهى الامان. يعني انت مثلا كنت بتتكلم مثلا في 10% حلو، بس ممكن يبقى في نيشز معين ويبقى مقبول جدا. اي كوميرس مثلا ممكن تلاقيه اقل من كده، يعني ممكن تلاقيه 2 او 3%، وفي ناس بتقول برضو عليه حلو. يعني ده الاوبن ولا قصدك السي تي ار؟ الاوبن ريت. أوكي. انا لا، مش السي تي ار. فمثلا الاوبن ريت في يعني لو انت نيش قوي فممكن الاوبن ريت ما يبقاش عالي قوي، بس في نفس الوقت افكتيف. يعني ممكن مثلا الاوبن ريت بتاعك مثلا 2%، بس الاكشن اللي بعديه الار او اي بتاعه بوم حلو جميل، على حسب النيش. تربطه دايما بالجول الاخراني يعني، ما بالنهايه اربط دايما بالنهايه. لكن انت برضو هي خاضعه للاكسبيرمنتس. افرض مثلا انت ابتديت 2%، هل ده معناه ان ده الستاندرد وخلاص؟ احنا مش هنتعامل مع ماشين، هنتعامل مع بني ادمين. يعني قصدي ايه، انت بدايه لقيت ان هو 2%، وكنت سمعت من احمد او من يوسف او من كان ايا كان ان والله يا جماعه في الاي كوميرس مثلا بنش مارك حلو جميل، مثلا هنفترض ان هو 2%، انا بقول دلوقتي فتقول ايه، بس انا كده تمام قوي حلو قوي، انا بميت الستاندرد في الماركت. ايوه عملت ايه؟ ايوه لا، يو كان دو بيتر. طب هقول لك حاجه، في النيوزليتر مثلا ممكن يقول لك مثلا الاوبن ريت الحلو، مثلا الاوبن ريت حلو 20%، في نيوزليترز الاوبن ريت بتاعها 50%. لدرجه ناس ممكن تقول ان ده سبام. انت يعني ازاي فاهم كل ده؟ بالظبط. فاللي هو لا، مفيش يعني مفيش ستاندرد. وبعدين انت لو لقيت الاوبن ريت بيعلى فده معناها لا انت بتعمل حاجه حلوه، الا بقى انت شغال كليك بيت. يعني اضغط هنا عشان تشوف مش عارف خلاص انت كده شغال سكه غلط تماما يعني. بس لا، هو مترك قابل للتحسين مع مرور الوقت. وبالعكس هو ده اصلا جزء من التشالنجز اللي المفروض انت تعملها تاكلينج. يعني اللي هو فكره ازاي اعلي الاوبن ريت. اوبن ريت اعلى، مور اوبورتونيتيز
مور اكشنز ممكن تحصل قدام بعد ما الايميل يتفتح. عشان الناس اكتر بتشوف. لقيت الاوبن ريت يا سيدي عالي جدا بس سي تي ار قليل. ازاي اعلي سي تي ار؟ لانه برضه بيانلوك مور اوبورتونيتيز بعد ما الناس هو ده بيرجع لنقطه انت كان فيها في الاول خالص بقى، الفانل، ما انت بتبص عليها كخطوات ككل الناس بتقع فين او ايه اللي بالظبط. بيحصل. يعني انا كل شويه اقعد اقول على موضوع الفانل وماذا بعد ماذا بعد. مم. لان في موضوع الايميلات انت لازم تفكر في سؤال ماذا بعد، اللي هو ايه، خلاص انا اقتنعت بكلام احمد ويوسف فانا ايه هبعت ايميل. ما تبعتوش لو انت مش عارف ماذا بعد، ما يعني it صح. means nothing. فاهم؟ طب انا دلوقتي هبعت بروموشنز بس، اوكي خلاص تمام، يعني انت ستيل زانق نفسك في حته، مم. او يعني واخد اللي هو ايه، فاهم، حته صغيره جدا 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 من اوبشنز كتير في موضوع الايميل ماركتنج ده انت ممكن تلعب بيها يعني. الناس ممكن تبقى بتسمعنا دلوقتي يقول لك كلام الراجل ده جميل جدا، الله ينور عليه، لو انا عايز مساعدته في ان هو يعمل لي بقى الكلام ده، او معرفش يحط لي استراتيجي، او هو ايه يعني، هل هو ده حاجه يقدر يعملها اولا او متاح ان هو يعملها، وثانيا اتواصل معاه ازاي؟ طيب حاجه اقدر نقدر نشتغل فيها مع بعض، اكيد في شور، من حيث اللي هو فكره، يعني احنا دلوقتي كنا بنتكلم فكره الاستراتيجي، فكره الفانل، فكره الجيرني، فكره تحديد الاوبجكتيف، يعني او فكره او تحديد التشالنج. يعني ممكن ناس كتير يبقى عندها بيز بس هو مش عارف يعمل له يوتيلايزيشن، فاللي هو اوكي طب انت الم او معاناه ان انت مش عارف تعمل يوتيلايزيشن جايه من ايه نوع الاوبجكتيف اللي انت باصص له، فنقدر ان احنا نكونكت الدوتس دي يعني. فدي حاجه اكيد يعني بالعكس كمان دي بوينت من الحاجات اللطيفه جدا، ان وده بتكلم بشكل عام يعني، ان البوينت بتاعت الايميل ماركتنج واحده من اكتر حاجات الانجويبل اللي ممكن ده بشكل عام ماركتير او بزنس اونر يشتغل عليها في المطلق. ماني اوبورتونيتيز محدش جاي جنبها، ف it would be lovable يعني. ازاي او كده يعني، ممكن التواصل من خلال الايميل عادي مفيش مشكله يعني. نسيب الايميل بتاعك في الديسكربشن او لينكدين او كده يعني، الايميل او لينكد ان مفيش تمام. مشكله. يبقى احنا هنسيب الايميل بتاعك في الديسكربشن. هل انت يعني بتساعد في استراتيجي، يعني هيدوك بقى يلا اعمل لنا الايميلات وكده، ولا انت مر على استراتيجيك سايد وهو هيحتاج تيم او كده ينفذ؟ على استراتيجيك سايد امبلمنتيشن هيبقى مع التيم. أوكي. فكره التيم لو التول موجوده، يعني لو في تول راكبه في التك ستاك بتاع البيزنس بشكل عام، وفي تيم اوريدي ماركتنج موجود، التيم ده كان يوتيلايز الموضوع ده عادي جدا. سبيشالي كمان ان الموضوع بناء على، عارف اللي هو ايه، وعلى فكره دي بوينت لازم اي ماركتنج تيم يفكر فيها، يعني لازم اللي هو ايه، طب ما تيجي نقعد قاعده كده نشوف ايه ممكن الالعاب اللي احنا ممكن نلعبها في المطلق، تمام، ونيجي نبص اللي هو فكره ايه، بنسبه كام في الميه من كل الالعاب دي كان بي اوتوميتد وسكادولد. فالايفورت هيبقى برين ستورمنج ومابينج، وان احنا هنطلع اللي هو اول طلعه دي مره واحده، وبعد كده خلاص هنقعد نتفرج حبه على ارقام يعني خلاص. وايه اللي مش هينفع تعمل له اوتوميشن ولازم يبقى اون سبوت او لازم محتاج ايفورت زياده او كده، وبعدين نشوف طب هل احنا قادرين نعمل ده دلوقتي؟ يلا بينا. لا يعني عادي يعني، يلا نشوف اللي هينفع يتعمل له اوتوميشن وتو بي سكادولد وتحط في فانل والجيرني والتول شغاله اوتوماتيك بيز على التريجرز، يعني بيز على فكره لما اليوزر دخل على الويب سايت عمل سبسكرايب هيخش في جيرني مكونه من 5 ايميلات. ايه هم ال5 ايميلات؟ خلصناهم الانجن شغال لوحده، انت عملت تتفرج بقى. افرض عملت السيستم والانجن اشتغل وانت جيت تتفرج، لا الارقام كلها سيئه للغايه، حلو قوي، احنا عملنا هنا حاجه غلط، طب يلا انهانس. فايه اللي كان بيه اوتوميتد وسكادود، ويلا بالعكس ده يلا ان احنا نحط فيه اكبر ايفورت دلوقتي عشان ناخد داتا نتعلم، يبقى عندنا ليرنينج كيرف عشان نشوف بعد كده اللي هيحصل. فالموضوع مش محتاج حد سبيشالست يعني اللي هو ايميل ماركتير، لان دي حاجه مش زي ما كنت بقول لك يعني مش كومن في الريجن قوي يعني. والنقطه الثانيه، ودي برضو نقطه مهمه جدا، يمكن ساعات بحس ان ده اللي هو امر طبيعي كده بيحصل من الناس، اللي هو انا عايز اعمل الحته دي فيلا اجيب اللي هو فاهم الاكسبرت اللي ما فيش منه 2 في الحته دي. لا، في الايميل ماركتنج عادي جدا يعني. انا لما جربت الموضوع ده كان عباره عن اكسبيرمنتيشن صرف. احنا كنا بنلعب على فكره، وانا بحكي لك الحاجات اللي احنا عملناها كان عباره عنها بيور اكسبيرمنتيشن لعب، ومنها طلع ليرنينج كيرف، ومنها اللي هو يا جماعه ده محتاجين نحطه في الاستراتيجي بتاعتنا. ده مش حاجه اكسكلوزيف
ليا عشان انا في بوزيشن معين، فانا بس اللي اعملها. اي حد يقدر يعملها. تولز الايميلز كلها اكسسبل لاي حد. الاكسبيرمنتيشن هو مايند سيت. هو انت مش يعني لو انت غلس وعايز تجرب، مش قصدي غلس بمعنى واحد، هتقدر تعمل اللي انت عايزه. ايوه فبس يعني الراجل بيقول لكم يعني ايه، جربوا بنفسكم، مش لازم تدفعوا له يعني عشان ايه. عشري شكرا لوقتك النهارده، وشكرا العفو يا لوجودك في يوسف. 5 بزنس. وانا انبسطت جدا، دي تاني مره تقريبا مع بعض في 5 بيزنس، فاتمنى المره دي تكون الناس استفادت يعني، ويطبقوا ويشيروا يعني الاكسبيرينسز بتاعتهم مع الكلام الحلو اللي احنا قلنا النهارده. شكرا يا عشري. شكرا جدا.